طالب زيادة رواتب، تخفيض الميزانية، الضرايب ينزلها. ما هو منزلها أبدا. لو ما إلا يصير ما راح ينزل يعني. أبدا أبدا، إلا إذا سوينا مجلس نواب ممكن. يعني انت تأيد الفكرة هذه، تأيد باندا. طبعا طبعا. الله يوفقك ويوفقنا. اللهم آمين. يكتب أجرك. لا تتذكر التاريخ راح يسجل اسمك بحروف من ذهب. كلنا لا والله، اللي ولنا صعب الفخر تغيير. والله. أنا خلصت الحين، أنا معكم. تفضلوا يا شباب. بالعافية. على قلبك. سنين المعين زادت. حسبي الله ونعم الوكيل. صدق هذا اللي. بس هو بطني. لا لا. يا القعقاع، هذا ايش فيه هذا القعقاع؟ يا العاهة. هذا أعتقد إنه ضدنا، بس حاط لا صورة لا عشان لا، يطلع. خوينا خوينا. ما أدري، كان بيدفن. لا لا، صوت الشاي. إيه. سمعنا سمعنا ثانية. والله بنقلب بث سوالف يا عيال. ما في مشاهدات شكلي. بسوي حساب ثاني. دعوة. دعوة برشام صحون. الموعي. إيه. تلقاه ياكل وهو مسدى نفسه يقول كيف اغسلها. الله يعينه بس. يحكحك القدور. يا الله. الله يقطعك يا دعوة. خله ياكل يا سود بالعافية، ما قلنا شيء عنه، بس هو قال يا حسبي اخي الله ليه ونعم. تحط لي ميوت؟ ليه تحط لي ميوت انت؟ شو الحركات هذه؟ انت قاعد تزهقني. وقاعد اسولف مع الناس انا. يا غبي انت دحال. ما اعطيتك ميوت يا مدلس. ولا قسم بالله ما حطيت ميوت. ببلغ على حسابك. ايه يا قرقوش، ايه قاعد يخليني اعصب. والله يا دعوة ما حطيت لك ميوت قسم بالله. انا اسوي لك بلاغ الحين، تهكم وانتهاك. اسوي لك فكرة. بلاغ الحين علمك. قاعد قفل من حسابي. حبيبي يا حبيبي. حي الله الحب قرقوش. الله يحييك. حي الله العشق قرقوش، وانت طرنطوح قرقوش هو الحب. يا اخي بكتبك يا دعوة. تغير. افتح انا اسوي افتح. بلاغ، اسوي بلاغ تحرش ولا ايش البلاغ اللي تبونه؟ لا لا خلاص امزح. الا اسوي بلاغ تحرش، الفاظ نابيه، سلوك عدواني.
اي بالله التطرف نعرف العنيف، هذا. سلوك يحض على الكراهية، الأنشطة الغير قانونية والسلع الخاضعة لا للإرشادات لا لا دعم، التنظيمية، آسف. الغش والاحتيال، محتوى عنيف وبشع المنظر، ايه لا لا. التحرش وسلامة القصر، وسائل مزعجة ومشاركة مزيفة، معلومات خاطئة، في كلمة ما بيقول عشان ما حد يمسك عليه، التظاهر كشخص آخر، الملكية الفكرية وتغليد المنتجات. كفو يا أمير كفو. هذا واحد طالب قسط، خلينا نشوف. أحسنت يا أمير أحسنت. لا تطلعوني اذنكم رجال، خلوني ليه معكم ما بس. تسلم طيب لو أنت رجال؟ سلم. لا تطلعوني انتم، ما يبدي لكم السلام ليه ما عليكم تسلم وانتم لو أنت رجال طيب؟ طايرين. ما نطلعك طالب على اي اساس طالب قسط طيب؟ طيب كل ما اطلب معكم تطلعوني يا اخي، حتى لو ان كلامي يعني ما سلم يعجبكم، طيب زي ما احنا نسمع سلم كلام. سلم سلم يا مؤمن سلم. ما تبي تطلع اقفل الباب. ما يبي يسلم يقول لي تطلعوني، يقول له سلم ما بيقدر بيطلع معاكم طلعوني. شوف الغبي طالب قسط ثاني، خلني يلا. لو ما يسلم نزله وسمحنا الشرط حقنا. السلام عليكم، السلام عليكم، لا وعليكم تزعلون خلاص. السلام ايوه كذا الحين ما حد ينزله. كيف الحال؟ وش الاخبار؟ نحمد الله، انت كيف حالك؟ انا والله منيح يا اخي، والله يا اخي يا اخي وحشني انتم شوف صوتك يا اخي، من زمان ما سمعته احنا وحشني. كلنا حلوين، اسمع كلنا حلوين ايه ليه بس صوتك والله وحشني العظيم. من زمان ما سمعته. ليه من زمان ما سمعته يا اخي؟ انت لو وين تبغاني كنت مختفي؟ ارسلت لي. وين مختفي؟ كنت مسافر مختفي مثلا والله ولا؟ بالشغل، مداوم دوام خبر. دوامين ولا دوام حاليا؟ لا والله دوام واحد. ما تروح حق الشباب في الاستراحة؟ اي استراحة؟ انت عارف اي استراحة؟ ما في مكان ما باستراحة، كل الدنيا استراحة يا. طيب ما تروح حق الشباب؟ ها؟ ليه ما تروح حق الشباب تسير عليهم؟ من هم الشباب؟ انا عندهم الحين. اخوياك ما عندك اخوياي اخويا اخوياي. يعني؟ ايه هو زميلي هذا لكنه ما يعرفني. يا اخي يا اخي اسمع، حنا اخوان، كلنا اخوان وكلنا مسلمين يا اخي. طيب ما حد قال الكلام غير هذا، فانا ما سويت طيب لك شيء، انا طالب انتم حقي كذا، كمواطن، انتم اطالب كذا يا بحقي. اخي اسمع، انتم كذا بالاخير عند الله ولا عند خلقه نهايتكم شينه، اقولك الصراحه، فتوبوا الى الله والله ما ليه ينفعكم احد. طيب ليه؟ لانكم يعني قاعدين مثلا جمال تحرضون خاشقجي الناس كانت وقاعدين نهاية الشينة طيب؟ تظلمون محمد ها؟ بن سلمان جمال وتبون خاشقجي محمد بن كانت سلمان. نهاية الشينة؟ يا اخي محمد بن سلمان يوم انه جمال عطى خاشقجي كان امريكا، نهاية شينة؟ عطى امريكا فلوس وعطى هذا فلوس، يوم تقولون هذه يعني، او ليه انتم الحين مسلمين؟ طيب انتم حاسدين امريكا وحاسدين ان اعطيناها فلوس ليه يعني؟ وش بها؟ وليه اعطاها ما فلوس، يعطينا حنا احنا كلنا الشعب؟ مش يعطي الشعب اولى بدل ما تدفع الشعب ضرائب معه، وعندك الشعب عيش. معه، الشعب لا والله والله معه، غير بس صحيح، الشعب والله بعضهم والله غير طفران. صحيح. اسمع يا عبد بعضهم طفران، الوحيد غير شوفني صحيح انا والله، اسولف اذكر معك، الله. شوف انا اسولف معك، والله لا وظيفه ولا يمين ولا يسار، اني حارس امن بالعربي، ها، وعبد الله عايش في طيب السعوديه، وعايش وليش طيب والحمد هذا لله بالذات؟ والله معزين مكرمين. ما رحت ولا ضريت نفسي ولا ظلمت احد، انا الوظائف طالب فاتحه، حقي ما الدنيا ضريت بخير. نفسي. انا رجل طالب اقدم، حقي ما الله ما ضريت قسم لي، نفسي. انا رجل اقدم، شوف اقدم ما قسم لي الله، يمكن طيب الى خيره متى لي، كنت طيب؟ كم خيره عمرك؟ ما خيره. 30؟ كم عمرك طيب؟ عمري 32 والله. طيب متى راح تتزوج؟ ولا اني متزوج ولا عمري ايه متى تزوجت ولا متى عمري. راح تتزوج؟ متى راح تتزوج؟ يا اخوي لو ما تزوج اكفي الناس خير وشري، اظل عايش وش كذا يا الفائدة اخي طيب اعيش كذا حافي منتف، لا زواج لا مستقبل؟ طيب ارض بالمكتوب، انا راضي بالمكتوب وراضي لا بقدرة لا، الله يعني. مكتوب عند رب العالمين غير كذا، مكتوب ان المسلم يكون عزيز مكرم في ديرته، ما يكون كذا طيب انا شحات عزيز ذليل. مكرم وكل اذا شيء بالله الحمد لله، بس بسألك بالله بالله يا ناقص لي ابراهيم، وظيفة بسألك بالله وزواج بس. بسألك بالله بسألك بالله، اذا غبت ها، كم يوم يخصم عليك الاسكرتية؟ اذا غبت سألتك يخصم علي بالله. 300. طيب وكم لك يوم اجازة في الاسبوع؟ لي يومين. لا بالاسبوع يومين. يوم يوم ما يوم يصير هذا. بالنظام من عندهم، اسمع، يوم بالنظام ويوم من عندي، انا من عندي بيني وبين يعني اخوياي، مو بيني وبين يومين الزملاء. مو يومين، يعني يوم واحد اللي هو الجمعة نقول. طيب كم ايه اجازتك سنوية في الاسكرتية؟ كيف اجاره؟
الاجازه حقتك السنويه كم يوم؟ 21 يوم. والله ما لك ولا يوم. والله 21 يوم والله. والله ولا يوم لك. تراكم انت انتم شنو قطاع فاهمين خاص خطا يا سكرتير اخوي، ولا شنو والله فاهمين التأمينات؟ خطا. شوف انا بسولف اسمع معكم اسمع. كاخوان، كاخوان والله ايه ما عليك، العظيم، بس زين ماني جاوبنا طيب ساب ولا جاوبنا، شيء. لان انا اشتغل سكرتي زيك وراتبي 3000، لاني طيب قادر ادفع يمكن الله، الايجار يمكن الله يرزقك على ولا صبرك هذا قادر اكل بعدين. عيالي. والى متى طيب؟ يرزقك الله عمري يمكن. حول انت 50. الحين يمكن، عمري يمكن الله حول 50. يرزقك والله. متى طيب راح اسمع يضبط عمري؟ 50 سنة وانا صابر. طيب 50 سنة يا اخي، فيه ايه مشاريع، عمرك في فيه كم شيء. 50 سنة؟ اقول لك عمري 50 سنة، المشاريع هذه اللي بعد 7 سنوات بيكون عمري قريب 60، مين راح يشغلني؟ طيب يا اخي اطلب الله يا اخي، لا عيالي تكذب اعمارهم على على الناس. 30 طيب سنة تقرب. حاليا ومو لاقيين وظائف. طيب الحين وانا انت ما انت عشان كبير في 50 سنة، السن اسمع وعندي 50 سنة. ابتدائي. قول انا اسالك كبير في بالله ما السن دامك وعندي سالتني، اسمع ابتدائي اسالك والعمر بالله، راح. اسالك بالله، ارك سولفت ورقلت اللي عندك، ورنا كلنا حراس وكلنا وضعنا زي بعض. اسالك بالله ما طيب في وظائف بالسعوديه، وما في وظائف شاغره، وما في امور يعني زينه من ولي العهد ومن الملك سلمان، ومن فتح لنا امور، والله امور كثيره. واحلف بالله والله اني ما فتح امور لقيت كثيره. وظيفة لا لي ولا حق عيالي. لقيت وش دور شهادتك؟ حراس وش امن. شهادتك؟ شهادتك وش هي؟ انا كبير في السن، انا كبير في السن، لكن طيب عيالي عيالك عندهم وين؟ جامعات، عيالك اللي عنده وين؟ عيالك، بكالوريوس ميكانيكا، واللي عيالك عنده وين؟ بكالوريوس كهرب، واللي عنده برضه بكالوريوس اللي هو هذا برمجة، على كلامه يسمونه برمجة معلومات. أنا كبير في السن ماني صغير، فما لحقت الأشياء هذه. اسمع، لكن على أيام فهد شوف في وأيام واحد خالد يقول أنا لحقت 2 مليون، عليهم يقول 2 مليون وكان عاطل، الوضع ويقول فيه مناسب. وظائف. اي والله في وظائف. اشهاب هذا اللي يقول كم في 2 مليون، روح قدم راتبي تبغى وظيفه 3000 جالس في يا البيت، أمير، ما تجيك راتبي وظيفه كذا يا 3000 اخوي. وأنا عمري 53 سنة. فبعد ما يخلص الرؤية هذه حقت 7 سنوات حقته بيكون عمري 60، مين اللي راح يوظفني؟ والمفروض ان انا ارتاح في اخر ايامي. ليه اشتغل؟ راتبي 3000، لاني قادر ادفع ايجار، لا ادفع فواتير، طيب لا ليه كهرب، لا قدمت؟ ماي. انت سيارة ما قدمت على عندي. وظائف، قدمت على وظائف، قدمت على. قدمت كل مكان يقولون لي انت كبير في السن والتأمينات حقتك عالية، تبي سكرتية، موجود سكرتية بدون تأمينات بدون شيء. فانا ما يعطوني الا يوم واحد اجازة في الاسبوع، وما لي اجازة سنوية. يا اخي حتى الاعياد اداوم فيها، يا اخي حتى اليوم الوطني اللي الكل يأجز فيه انا اداوم. اجاري انت صار وين لي وين حوالي انت 3 شهور انت حاليا وين ما دفعت اجار. انت وين عايش بالله؟ يا اخي عايش فرض الله، ما هو شغلك وانا عايش. لكن اسلوب اتكلم لا لك مباح. والله مواطن انك، حالي من حاله. انا شوف انا كيف؟ زيك، انا زيك والله العظيم، والله لا ان لو ان الدعم يعني يجي من، فانا اقول لك من لو نصيحة، يقبلون. لحق على عمرك قبل ما يصير عمرك زي عمري يضيع كذا 20 سنة قدام وانت لا ضقت لا ابيض ولا اسود. يعني انا لا لا ان متزوج شاء على الله، ايام ان شاء خالد. الله. انا بس خالد بوصل لك بداية حاجه، اسمع فهد، بس يعني بوصل كان لك الاشياء حاجه. رخيصة، كان في اذا الواحد انت يقدر تبي الله يعيش. يرزقك كان انصف وقتها بالحق. ايامنا اسمع، راتب على 1005 يمدي الواحد يمشي نفسه. كان في اسمع اذا اهل انت الخير تبي الله يساعدون، يرزقك، كان شوف كل يجينا الامور، بالمطبوعة، كان يجينا كل الامور بالضمان. هذه والله ما له دخل لا ولي العهد ولا الحكام ولا اي شيء، والله ما له دخل، هذه مين قضاء اللي دخل وقدر. طيب؟ مين اللي مين اللي دخل؟ دخل مين هذا اللي طيب؟ دخل؟ هذا يا الرحبي، يا الرحبي مين باختصار. اللي دخل يا الرحبي؟ الله عز وجل هو اللي يصنع الامور يا خوي، بس انك ما تحط ممتاز انك يا الرحبي. يا ما الرحبي بقول توظفت لك ولا كذا. بحبسك في لا الغرفة، بحبسك في غرفة وما اعطيك لا اكل ولا ماي وتموت، واقول لنا الله هو اللي كاتب. هذا شيء لا يعقل؟ لا 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 طيب لا لا. وانت تعتذر على قرار رب العالمين؟ الله كاتب اني احبسك في الغرفة ولا اعطيك لا اكل ولا ماي، يقول لك تعتذر على رب العالمين؟ طيب انت الحين اصبر على، على هذا اللي انت فيه، بيرزقك الله، اما اقول كذا لك فوق عمري صبرك. 60 سنة، على ما يوصل ل 20 30 بيكون عمري 60 سنة. طيب كم عندك واصبر ولد؟ الى متى؟ كم عندك ولد؟ عندي 5 ما شاء الله عقبالك كذا. ما, ولد ما الله الله اولادي يخليهم، بنتين. الله يخليهم لك ويطلعون لنا ان شاء الله ذريه صالحه امين يا رب. وامورهم بس طيبه يا عيالي اخوي، الحين لكن في اكبر ولد عندي اسمه محمد، حوله 30 سنة وعنده بكالوريوس ميكانيكا، والى اليوم ما توظف. فمدخله معاي اللي هو رجل الامن 3000. فكيف لكن تبي طيب اخليه يا، يعيش اللي انا عشته؟
هذه ظروف، والله ظروف اكثر الناس صاير عليهم، طيب ليه والله العظيم الامراء، ظروف. طيب ليه الامراء ما يعانون والله شوف الظروف حقتنا؟ والله طيب العظيم، يا شوف ارني احلف رحابي، لك، ارني احلف لك، والله العظيم ما لها دخل، هذه كلها قضاء وقدر. هذا قاعد الله قاعد يختبرك قلت وقاعد لك طيب يشوف انت بحبسك صبرك. بالغرفه وما راح احط لك لا اكل وماي، بقول قضاء وقدر. كلامك صحيح ولا؟ يا اخي انا جالس بغرفه الحين ولا اكل ولا شيء، ايه عادي بقفل وراضي عليك، وراضي ايه والله. بقفل عليك وبخليك بالشهر كذا، وبتموت اذا حد لا جاي عادي، كلمني قال بنستنى. انا لي اليوم بعد قتلته. شوي، اسمع، بعد شوي بعد ساعه كذا ينزل الراتب والامور طيبه والحمد لله، ولا في اي شيء ولا في اشكاليه. انا راتبي بنفسي ينزل اقدر تاريخ اصنع نفسي 10، واقدر راتبي افتح ينزل مشاريع. سكرتية، اما السكرتية اذا يا راتبي رجل ينزل تاريخ 10، وما عندي كفيل اسمع، أنا عشان يعطيني حق اذا مشروع، يا وغير رجل الحكومة اذا حاليا يا رجل تاخذ اذا نصف يا رجل المبلغ رسوم إدارية. هاي يا رحابي، ليه الأمير ياخذ مخصص وهو نايم؟ وليه لما حبسك في الغرفة وأقفل عليك من غير أكل وماي ومد يقولوا لي أنت قاتل، وما يعترفون إن حاجتنا قضاء وقدر؟ ليه مو المفروض الجميع يامن قضاء وقدر؟ ليه الإسلام مو دين عدل؟ رحابي، ايه اقول له راتبي 3000، يقول لي افتح مشروع. اقول لك راتبي بينزل تاريخ 10، ما عندي الا يوم اجازه، وما عندي اجازه سنويه. في المواسم حقتكم هذه اللي موسم تاسيس وعيد الوطني حقكم ما اخذ اجازه، ولما اغيب يخصم علي 500 ريال مو 300 زيك. احنا تفضل المسؤول يا عنا يوسف. يا ابرق البراق محمد بن سلمان، مو عزمي بشاره. يا يوسف يا رويلي نزله، خلي يشوف له شبكه بالله كويسه لو ويجي. سمحت. ليه ما تسلم يا يوسف؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت. ايه تفضل. السلام عليكم. وعليكم يعطيك السلام. العافية. حياك. عجو حط ميوت يا عجو. الو. ايه تفضل يا يوسف. طرنطح. يعني انت اسمك طرنطح؟ ايه وياك يا امير، وياك يا رب. بالله لو سمحت يا صاحب البث بسألك بعض الأسئلة. ايه تفضل، قلنا لك لا زاد تزهقنا. فضلك. يعطيك لا العافيه يا امير. مشكلتك يا أخي. أسمعك يا كل يوم اخوي البث. عمري 53 سنه أسمعك كل يوم واشتغل مقفل علي بسكرتي. وما أدري كيف. وشو؟ شوف ايه بقول تقول لك انت يا شيء. رويلي؟ احنا بلان الله، احنا بلان الله. لو تسمح بأسرة لي يعني فاسدة بسولف شوي. تبوق فلوس الناس، صح؟ لو سمحت. نسمعك يا حياتي. نازلة يا اخوي، الشبكة حقتها أنا تعبان، هذا الشبكة قاعد عندي يغثنا تقطع بس ما ويخلينا في مشكلة، راح نعصب. أقول لك اللي بنفسي. انا الشبكه تقطع عندي، بس لو سمحت ابغى اقول لك كلمتين. تفضل. خلني بس اطلع برا عشان الشبكه بس دقيقه وبقول لك اللي عندي بس. حنا الحمد والشكر لله، حنا بالمملكه العربيه السعوديه. لحظه حنا بقول لك شيء. حنا بالمملكه، انا كل كلامك قبل شوي سمعته، يعني فيعني استمع لي زي ما استمعت لك واحترمتك. طيب هذا يرضيك؟ طيب انا في عمر ابوك يكون كذا مصيري، بدل اسمع في اخر ايامي ابى اقول لك ارتاح. شيء، ابى اقول لك شيء، يقول راتبي حنا 3000. شوف ابى اقول لك شيء. على الارض السعوديه ما في شيء ينزعل منه الا اذا كان يغضب وجه الله، اما شيء ما يغضب وجه الله هذه حاجه لا تناقش بها. اول شيء يا يوسف سلب الناس حقوقهم. خلنا اقول لك شيء. اول حاجه واول يعني احنا الحين بزمن الحمد والشكر لله يا اخي. ترى الدوله السعوديه تاسست بدون نفط، بدون يعني كنا مساكين، وكل الدول اللي جنبنا طيب ما ما دام ندري من رب ضدنا. العالمين انعمنا يا يوسف، ليه ما نذوق شيء من النعيم هذا؟ يا الله لك الحمد. هذا احنا طايلين اقول شيء لك شوي. عمري 53 سنه ما في يوم في حياتي تهنيت. عيالي قاعد يطلبوني حاجات وما اقدر اوفيها لهم. صل على النبي. انا عارف عليه ناس الصلاه والسلام. انت في عمر واحد من عيالي يا يوسف، انت في عمر واحد طيب من صل على عيالي. النبي، صل على النبي، صل على ولما النبي. كان ولدي يجي يقول لي يا بابا ابي سيكل، ايش اقول له؟ كل عيال الجيران عندهم سياكل، انا ما اقدر اوفي له سيكل. انا عصرت خالد وفهد وعبد الله والحين سلمان. الله يخليهم لك. هذا اول وحده. وحنا بقول لك شيء، هذا كلام ما تقوله على الشاشات. ليه؟ لانه لا حقي، انا زهقت لما يعني عمري ضاع. دقيقه بسالك سؤال الحين من حق طيب يا طالب يوسف، يا يوسف
لحظه الله طيب يرضى اذا عليك، ما دقيقه قال على بس الشاشات وين دقيقه. يقوله؟ يعني الحين عشان يعني يبي الحين ننسجن، يبي أنا بقول شيء، ننسجن يوسف. الحين انت فاتح بث وتقول الكلام هذا، يعني الطالب انا ما ولياء كذبت، انا طلبت بحقي، وريت الناس اللي يقولون عنا دوله غنيه ان تدري وش احنا حقك؟ اسوأ وافقر شعب، تدري وش حقك؟ وان لولا الاخلاق اللي ابوي الله يرحمه علمني عليها اللي كان من زمان الله صرت يرحمه، حرامي. الله يرحمه ويسامحه. تدري وش حقك؟ اي وش؟ انك ما تفتح بث وتسب لا اولياء امورك لا 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 وتتكلم. لا لا اول حاجه اسمع، شوف بقولك حاجه انت مسلم والله يا يوسف صح؟ مسلم انت يوسف؟ مسلم؟ انا انت ايه؟ راح تسمع مني وراح تعرف انا مسلم ولا لا. اسمع، لا احنا ما اسمع بناخذ مني، هذا طيب الكلام اسمع هذا. مني كل ما بجيب طلعنا لك حاجه بما احنا كل ما مسلمين يا طلعنا يوسف، بس انت مسلم. انت مسلم، انت مسلم يا يوسف. رابح. يا دقيقه، مسلم رد رابح لو سمحت. اشكال رابح يا واشكال ناس يوسف، ما تستوي. يا يوسف رد، مسلم؟ انا ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. بالله هذا سؤال تساله؟ ممتاز، يعني تحب سيدنا عمر بن الخطاب صح؟ انا عارف الدين. شوف، خلى الدين على جنب، الدين خله على جنب. لا 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 لا، تحب سيدنا عمر بن الخطاب صح ولا ما تحبه؟ لو بجيك بالدين ما اجي لو بجيك بالدين بقول لك لا تتكلم على ولاة بقلبها الامور. عليك. ايه بقلبها عليك والله لو بالدين. بجيك بالدين، والله يقلبها عليك يا يوسف. لو بجيك بالدين والله يقلبها عليك بالدين. اسمع والله يقلبها عليك بالدين. اسمع يقلبها عليك 10-0 في الدين. شوف، انا استمعت لك، لما تستمع لي؟ اذا ما تبي تستمع لي طلعني. لأن صوتك يقطع فانزل اطلب قسط مرة ثانية ويكون شبكة حقتك كويسة، ويكون النقاش اخذ واعطي، لا انا اتكلم كثير ولا تتكلم كثير. انزل يا يوسف، انزل واطلب قسط مرة ثانية عشان تصير صوت واضح والكل يستفيد، ان لا اقاطعك ولا تقاطعني والكلام يوصل لك في وقتها. دخلت الجواب هذا يا ضيفنا تفضل. دخلناه من جديد. السلام عليكم. كيف الصوت؟ وعليكم السلام. اي صوت واضح. اسمعني الله يرضى عليك، انا قاعد اسولف انا استمعت لك، استمع لي. طيب بقول لك حاجه بعدين السلام عليكم. تكلم وتقول حاضر. وعليكم السلام. بقول حاجه يوسف. اسلم. قال سالم. اسمع يا يوسف، سيدنا عمر الخطاب اللي كان الفاروق اللي الله عز فيه الاسلام ونصر المسلمين في عهده، فكان يوزع العطايا على المسلمين، فطلع على المنبر وقال اسمعوا واطيعوا، فاعترض عليه الصحابي الجليل سلمان الفارسي، فقال له يا عمر لا سمع ولا طاعة. قال له ليش يا سليمان؟ قال له انت اعطيتنا ثوب واحد وخذت حق نفسك ثوبين. فقال يا عبد الله، يقصد ميد ولده عبد الله، تعال قل لهم. فقال ابوي لما اعطاه العطايا الثوب الواحد طلع عليه قصير، فانا استحيت واعطيت ابوي الثوب حقي، فكذا صار عنده ثوبين وكفاه. فمن حق سيدنا سلمان الفارسي انه اعترض على سيدنا عمر بن الخطاب قدام الناس وهو على المنبر وهو يقول لهم اسمعوا واطيعوا. فكذا احنا خلصنا من الدين. انه تقول ان كلمه بالسر ما سر، هذا غير صحيح، مو من الاسلام. انه يمديني وهو يخطب قدام المسلمين ان يعترض عليه. سيدنا سلمان الفارسي حاسبه على ثوب واحد مو قصور ومليارات. تفضل. طيب انا بسألك ممكن؟ ايه تفضل. هذا الكلام اللي تقول عنه يعني كم له سنة تقريبا؟ صح انه يعني من زمن قديم صح؟ اجاوب ولا ما اجاوب؟ بس يا يوسف مين قدوتنا عنا؟ النبي والصحابة. لا دقيقة يا احمد، لا دقيقة يا احمد، دقيقة بالله. خلي يوسف يكمل ونجاوب عليه. انا ابغى اسولف مع صاحب الصوت اللي من اليوم يسولف معي. ايه اسلم. انت قاعد تقول انت الحين مشكلتك عشان وشو؟ عشان تعيش، وعشان يعني تبغى يعني تعيش، تأمن مستقبل اولادي. تأمن مستقبل اولادي. طيب الحين انت موظف الحين؟ كنت موظف؟ طول عمري سكرتي وراتبي كان 1005، ولما جاء عبد الله خلاه 3000. الله يجزاه بالخير ويرحمه ويوفقه ويديم لنا ولاة الامور باقيه. هذه وحده. قل له ترى لو تطلع برا السعوديه ما تلقى اللي يقول لك لا ما تلقى خبز.
الا والله ما والله تلقى. والله اسمع، ما لا تلقى الا تسمعون بحاله القى يتكلم واحده. والله الا القى. ابى اقولك حاجه، ما تلقى الا رب بحاله هنا واحده. رب يعطونا هناك فرصة. يا يوسف، رب اللي ها يرزق هنا هو نفس الرب اللي يرزق هناك. أجل دامك تقول كذا، شوف دامك تقول كذا، الله يقول اطيعوا ولاة الامور الا الشرك بالله. طع الله قبل لا تطيع ولاة اكمل الامور. يا الايه اخوان طيب. نبي يعطونا فرصة نتكلم. طيب ممكن؟ يا ناصر اصبر يا خلي ناصر، يوسف خلص الرجال يخلص، ويجي خلي يوسف دورك. يخلص. اسمع ما بقول لك حد راح شيء، ينزلك يا ناصر وبتقول لي في خاطرك يا يوسف. رب اسمع انا العالمين بس يقول في الآية، اسمع عشان تقول الآية صح لازم تذكرها. إن طيب الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات انا إلى الحين. أهلها وإذا طيب حكمتم انا بين الحين الناس أن تحكموا بالعدل. يعني قبل ما أطيع الحمد ولي لله. أمري لازم يعطيني حقي ويحكم بيني بالعدل. الله يديمه لنا والله يعطيها العافيه، والله انه مثل ما حاكمنا جاب ممثلة بالحق بما الإباحية يرضي يعني الله. يجيبها لنا عشان يجيب ممثلة إباحية ثاني مرة تسب رب العالمين. والله الذي لا اله الا هو نحن بخير ونعمه، ويكفي الامن والامان، ويكفي إيه عشان نحن سبت الى. رب العالمين إحنا بخير ونعمة صح؟ دقيقه عشان دقيقه بس الممثلة سؤال. الإباحية اللي ماخذة 7 مليون و500 ألف ريال تسب رب العالمين وسط الرياض أمام الشباب وتروح ديرتها سالمة غانمة، فالله يديمها لنا صح؟ ولا يا عشان رب يجيب يا لنا اخوان. الملحد ودينيس ويلغي المحاضرات في الطايف، ولا يجيب لنا أحمد الإمامي اللي سب رب عرض الرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة ودخل مكة والمدينة، ولا يجيب والله بني صهيون اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أجلاهم وطردهم من جزيرة العرب ويخليهم يملكون بيوت ويزرعون نخل وفتحون مكاتب للدعوة لدينهم وسط الرياض. عشان اسمعني كذا ان الله يديم لنا. اسمعني احنا ما احنا غشيمين بالدين. كل ما صارت سالفه يطلع لي واحد الدين الدين معروف، والدين يعني سهل. ما تقعد تقول لي دين وما دين. الدين انك ما تطلع وتتكلم على عربك، على دينتك. انت الحين انا تبي الصحيح، انا لو انا اني دافع خارج عن المملكه. ديني. دقيقه انا لو اني خارج المملكه الحين واسمع كلام واحد مثلك كذا يعني بالبث سعودي، يعني انا اقول روح ما هو. ابحث وتاكد كلامي صح ولا لا. طيب حقك ليه المفروض تستدل ان ليش ما شوف يعني رب العالمين ليش ما يقول تروح؟ واذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لعلكم تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طب بسألك سؤال. يوسف هلا واضح الكلام اللي تبي توصله. طيب احنا في مجال نتكلم ولا لا؟ اسلم سلمت بعدين. انا كنت اشتغل بالتشاليح وانا صغير وعمري تقريبا حول يعني تقريبا حول 13 سنه 14 سنه. يعني راتبي يلا يجي 600 ريال. هذا عام الملك فهد الله يرحمه. يعني كانت حتى الوظائف فيه، انتم عارفين شيء، كانت فيه شح في الوظائف. صحيح الملك فهد الله يرحمه. وحتى الرواتب كان انا ما ماني في. صغير سن يا بعد راسي. اسمعني، انا ماني صغير. انت لك عمر وانا لي عمر وعاصرنا اجيال وحنا عارفين. وكل اللي تجيبها الديار صح يا ناصر. ايه حتى اشتغلنا في كباين وراتبنا يلا تجي 1200 ريال. والحمد لله اشتغلنا في سوق خضره. حتى اول كان يعيبون على السعودي انه يشتغل في سوق خضره وكان فيها اجانب من انواع الجنسيات، واشتغلنا في خضره ورواتب. والله اشتغلت يا ناصر بالخضره محمل على الظهور. كان الاجانب يربوني. والله الحمد اعتمدت على نفسي ولا اعتمدت على احد ولا اعتمدت على حاجه. والله ولك الحمد. الحين عندي محلات. انا ما جلست وحطيت راسي على مخده وانتظر. اشتغلت وكديت ودخلت مع الاجانب ودقوا خشمي. دق الاجانب دقوني دق حتى أبسألك سؤال. طيب أبسألك سؤال. لكن اجتهدت. لا أبسألك سؤال. هذا أبسألك سؤال. ليه؟ اللي يبحث عن الرزق والله يلقاه. والله كاتب رزاق. لا تنتظر فلان يعطيني وفلان ما يعطيني. الحين الصحيحه. وش الفرق بيني وبينك بالعمر؟ واحد يتكلم. واحد دقيقة. أنت قلت بعطيك فرصة إنك تتكلم. أنا من حقي. ما يوسف هو اللي جابك مو أنا. أنا أتكلم عن نفسي. أنا عندي اجتهادات بحياتي ولي خبرة وواجهت ناس وتعذبت يعني كثير. ولكن هدق هذا أعطاني نتيجة. والنتيجة اللي أخذتها الله لك الحمد فتحت محلات. وش الأجنبي فاتح محلات يا رجل؟ يمنية فاتحين محلات. أغنياء. يا سلام عليك. يا سلام عليك. ناصر يا أبوي أقدر أجاوب عليك يا ناصر ولا لسه ما خلصت؟ لا أنا هذا اللي أقول لك. يعني أنت تقول أنت سعودي يا ناصر. يعني أنت ما كديت على حالك وأنت صغير. واضح يا أنك ناصر. كنت مدلع. أقدر أجاوب ولا ما أقدر؟ لا أنت مدلع وأنت صغير تراك ناصر أقدر أجاوب ولا ما أقدر؟ دقيقة يا ناصر.
هذا يا ناصر جاوب اقسم لك جاوب. بالله اني اشتغلت سوق الغنم، واشتغلت قهوجي، واشتغلت بسوق الخضار، واني ما خليت وظيفه اللي ما داومت فيها، وكان حياتي الحمد لله ليه ما جاء سلمان، وكان عندي محلات وعندي مؤسسات. جاء سلمان ولده وحط علينا ضرائب ورفع علينا رسوم، ليه ما فلست وصار علي ايقاف خدمات ورجعت مره ثانيه سكرتي. والكلام حقك هذا ليه ما تقول حق الامير وانه ليه ما يشتغل حاله من حالي؟ اسمع بقول لك شيء، انا حلفت بقول لك لك بالله ان كل وظيفه اللي ذكرتها والله العظيم اشتغلت فيها، الله أنك يشهد عليه. زمانك كنت جالس في بيتك الله يسعدك على صغر بقول سنك. انا حلفت لك بالله وقلت لك اللي عندي. بقول لك شيء، وليه الامير ما يشتغل حاله من حالي؟ وايام بقول شيء، فهد اللي تقول 600 أنا ريال أقول لك تكفيك، كان ما علينا احنا ضرائب، أنا ما كان طلعت علينا هذا لله رسوم، الحمد، كان كل وهذه الحياه تجربة. سهله بايام فهد. الدنيا تجارب، والحياه الدنيا ب تجارب، 200 الدنيا ريال لو تجارب. تتذكر يا ناصر انت كبير في السن تعرف في حاجه اسمها المخازن الكبرى، كان ب 200 ريال تمول لك اسبوعين 3 اسابيع. ايام فهد كانت ذبيحه تجيبها 300 ريال. أقول ايام فهد الكهرب ب عزيز 30 40 ريال، الماء يجيك ريالين 3 ريال يا ناصر. مو يا تقارني الوقت الحالي أنا أدري بايام الأسعار فهد. ترتفع، الأسعار ترتفع ما هي طيب يعني ليش تلومني انا؟ ليه الدولة ما سوت عندها يا تنوع خليني صندوق أكمل. لا دخل أدري من يا ماني زمان؟ غشيم يا بعد راسي، الأسعار ترتفع أنا عارف. تقول لي بس السعر كان كذا وقبل كان كذا، يعني هي بس السعودية اللي بترتفع ناصر أسعار، العالم كله يرتفع طيب أسعار ليش يا ما رجل. تكلمني على الاشياء هذه؟ جرام الذهب يوم جبته إيه حق زوجتي كان الفرق سعره من 12 ريال شوف 13 ريال. الآثار، كل شيء له آثاره. أنت جمعت شيء على صغرك وحطيته، يقول لك القرش الاسود لا يوم لا اسود يجيك، اذا ما حافظت عليه كيف تحافظ عليه؟ اذا عندك رؤيه لك بعيده انت حاسبها لنفسك والله لا تمشي. يا رجل انا تزوجت وعمري 30 سنه، تزوجت وانا عمري 30، حرمت نفسي من فعاد مين اشياء تزوجت؟ طيب كثيره فعاد مين؟ في مقابل اني فعاد ايش؟ مين عندي تزوجت؟ طموح، اللي عنده طموح والله يوصل له، اللي يبي مو طموحه مشكلة لكن فعاد يحطمها مين؟ على صغر سنه. فعاد مين عرفت؟ تزوجت يا ناصر؟ لكن انا اعلمك وش الفرق اللي بيني وبينك، وش يا الفرق اخي اللي بيني يقول لك وبينك؟ في عهد مين الفرق اللي تزوجت؟ بيني وبينك انا كنت افكر. جاوب على السؤال، في عهد مين تزوجت؟ تفضل. افتح المايك. عندك المايك يا ناصر، جاوب على السؤال، بعهد مين تزوجت؟ اللي اقول لك وش الفرق اللي بيني وبينك؟ انا اقول عمرك جاوب على 5 السؤال. بعهد يا مين تزوجت؟ ابن وش عارف الفرق اللي الصعوبات يا بيني ناصر. وبينك؟ تقدر تجاوبني؟ ناصر خلي يوسف يكمل عشان ينزل. انا تراني اقول لك كبير وابو عيله، انت تقول يا عمرك ابن 3 حلال و5. تقلع يا ابن حلال. تفضل يوسف. لا من غير ما نغلط عليه يا طرنطح، الرجال هذا عايش في وهم، يفكر يا اخي انه بس بقول لك الذكي. شيء، بقول لك شيء، دين بقول لك الاسلام شيء، دين عدل، انه حتى لو اجتهدت ما تجي تضيق عليه. اقول لك انا كنت بقول صاحب لك شيء. املاك وعندي محلات، لين ما جاء سلمان وولده حط علي الضرائب والرسوم، طلعني برا اسمعني سوق اسمعني العمل. الناس فلست، صار ما حد يشتري، صرت ادفع اقول من طيب جيبي لين امشي الامور. سنه واحده كل اللي كسبته حطيته فيها، وطلعت مديون علي ايقاف يا خدمات طيب، يا ورجعت طيب الشغل اسمع سكرتي. بقول لك شيء، بقول لك شيء، بقول لك شيء، اسمح لي حاول تختم تفضل. يا يوسف. زاد فضلك. شوف بقول اللي عندي الحين، بالله خلني اسولف. لا تطولها وعطنا الشيء اللي تبي توصل له من النهاية. ابشر لا تطول ابشر الموضوع. اسمع ابشر ماني مطولها. شوف بقولك شيء، احنا بالمملكه العربيه شوف جميع سعودي اصيل ابن اصيل ابن ام وابو سعودي ما يرضى يسمع كلام مثل هذا. شوف احنا ضد كل واحد ضد السعوديه، وضد كل واحد ضد ولياء امورنا، وضد كل واحد يبي يخلق لنا فتن، وحنا بخير ونعمه. وقسم بيت الله ان حنا ما نفكر بالامور هذه، واي واحد يطلع مثل كذا هذا نخليه يعني طقطق على الناس، ونخليها الناس طيب تطقطق عليه. طيب وحنا طيرة وحنا وصلت ماشيين، فكرتك وحنا يا ماشيين يوسف، على بارك نظامنا الله فيك. وماشيين على اللي وصلت فكرتك، وماشيين. بارك الله فيك. لكن اسمع مني كلمتين هذه تحاج فيها ربك يوم القيامه. احنا ناس ما طلعنا نبي فتنه، والفتنه بالاساس هي فتنه بالدين. اني لما احاول اغرب الشعب المسلم محافظ هذا يعتبر فتنه. انا اللي قاعد اسويه احرض المؤمنين، هذا رب العالمين وصلني اياه. ثاني حاجه انا ما طلعت اشتكيت الا من ظلم انا شفته. اقول لك كنت صاحب املاك وعندي اموري طيبه، لين ما جاء سلمان وولده حط علي ضرائب ورفع الرسوم، والناس كلها وقفت من الشريات، صار السوق ما في راس مال، فقفلت بدل محل 3 4 محلات قفلوا علي، واني صرت مديون وعلي ايقاف خدمات. وبعد كذا اشتغلت سكرتي، فتلومني في عهد فهد وفي عهد عبد الله،
كل الوظائف اللي ذكرها قبل شوي ناصر انا اشتغلتها، واشتغلت والله وظائف اكثر منها بعد. انا كنت اطب وسط الزبايل اجمع كراتين. انت سويت شيء هذا؟ الكراتين هذا كنت ابيع طن 300 400 ريال، هذا ايام عبد الله. فكل شيء سويته. لا تسوي نفسك ان انت العصامي المناضل اللي شق الطريق لوحده، ولا تقارن عهد فهد وعبد الله وخالد بعد سلمان. سلمان الدنيا صعبه. سلمان عندك نصف مليون منشأة صغيرة قفلت وانا من ضمن النصف مليون. فايش جاي تحاضر عليه وتسوي نفسك عصامي وان انت اللي كافح شقيت الطريق؟ انا من عمري 7 سنوات وانا اشتغل، فلا تجي تسوق علي. وليه الامير ما يشتغل حاله من حالي؟ ابي عارف انا ليه المرفه الامير. فتقول لي انا اللي عمري 7 سنوات اشتغلت اني مرفه؟ والله لا، والله انا كنت مسؤول عن عيله من عمري 7 سنوات اني ما اطلع اشتغل واجيب مصروف يومي، حتى لو ما حد اعطاني اعرف اجيب القرش. لكن الامير ليه هو اللي ياخذ فلوس وهو متبطح؟ مثل لنفسك يا عزيز. لا انت عزيت نفسك بنفسك ايام فهد وعبد الله كان الامور طيبه. اما الحين والله انك تعاني يا ناصر، يمين بالله انك تعاني، لكنك خايف ما تقدر تقول الكلام هذا. حتى قرشين انك مجمع والله ما تقدر تجمع لك قرشين، واللي تشتغل فيه الدفع للحكومه سواء عن طريق اقامات ولا عن طريق مخالفات. فلا تضحك علي ولا اضحك عليك حبيبي يا امير. لكن الواحد لازم يكون مكافح، ما يستسلم بسرعه. يعطيك العافيه يا امير يا قلبي. فاقسم بالله يا شباب ان كل وظيفه ذكرتها والله يمين حسبنا عليه رب العالمين اني اشتغلتها من عمر 7 سنوات وانا عارف كيف اجيب القرش. فلا تناظر علي يا ناصر، لا تنظر علينا، واحنا نتكلم عن الاجيال الجايه. اذا انا وانت خلاص عدانا العمر محمد بن سلمان بالخمسينات، عمكم في يا الاجيال الجايه لا هذه تعاني. مثل ديفيدوف هذا تلقى شحات حافي منتف، واذا توظف سكرتيه حاله من حالي ومع ذلك يطبل. اعتدال. هي اكيد يا فارس انا معروف سكرتي. تبي تعرف اعطيك الموقع حقي؟ فناس خافوا الله. نقول لكم الاسلام دين عدل، ولا تتناقش معاي بدين، لان لو تناقش معاي بدين بدخلك في دائره الكفر وبتصير منها. وانا احاول على قد ما اهرب اني ما اتجنب معاك نقاشات الدين، لان الشريعه احنا في الاساس متاكدين مليون في الميه ان احنا دوله ما تطبق شريعه. فقاعد تقول لي شريعه والدين، يا تاخذ الجزء اللي يناسبك من الدين تترك الباقي، يا تاخذه كله يا تركه. اليهود هم اللي ياخذون الجزء اللي يناسبهم من التوراة حقهم. احنا مسلمين المفروض ناخذ الكتاب كامل. وانا ما طلبت يا ناس لا بتخريب، لا بس وين يا امير؟ مين كذا واحد من جيل يشتغل نفس الشغلات هذه. على ايام فهد كان وظايف على 1005 يا امير ويتاخر عليك في الراتب، لكن الواحد كان يقدر يمشي عمره يعني 300 ريال يمديك تمير بيتك، تاكل تشرب في البيت، كان في رخص. اما الحين تروح سوبر ماركت مشتريات يمين بالله، وهذه يمين ربي يحاسبني عليها ان اشيلها بايد واحده وانا عمري فوق ال50 وفي كيسين تعدى 300 ريال. فكيف تقارن ايام عبد الله وفهد بايام محمد بن سلمان؟ وما كان عندي لا ضريبه وكان الكهرب رخيص، كان اموري طيبه. السلام فيا ناس عليكم. اتقوا الله. احنا نطالب مجلس، وعليكم السلام، احنا نطالب مجلس عليكم السلام. نواب يمثلني انا كمواطن، يعطيني حقي ويعطيك حقك، يفصل طيب بيني وبينك بالقضاء، يكون عندنا قضاء نزيه. ابي راتبي دعوة. يوصل 20. تفضل. الحين ليش زعلانين ان الناس تطالب بحقوقها؟ يعني سؤال يعني يطرح نفسه. يقول لك ليه تفضحنا قدام الناس؟ يقول لك يبوني اتسطر واتلطم وما ابكي، واذا كيف بكيت أفضح؟ قالوا لي لا انت قاعد تطلع اصوات، انت قاعد تفضحنا. هو فضح السلام النفس. عليكم. وعليكم السلام. نفسه بالاعلام، وجيب اللاعبين وجيب الدنيا. معنا جوجو هذا. ايه معنا التميم هذا. وش ويجيب ياكد الناس معنا؟ يجيب. اعرف صوتي انا. اسلم يا عافا. والله يا فارس، يا فارس اللي طلب حقوقه خليته داشر، خونته، خليته مجرم. يا اخي اتق الله في نفسك. الناس تطالب بحقوقها، احنا ما ندعو للخراب ولا ندعو لشيء، نبي حقوقنا بس، حقوقنا حقوق عيالنا بس. ليش الامير يتبطح ياخذ المليارات وحنا ناكلين هواء؟
لا وظائف ولا شيء، ولا تفقير الشعب، وضرائب وبنزين وغلا اسعار. مخالفات ليش؟ يا اخي، حتى لو كان عندي محلات هرو امي مخالفات يا الحقاق نهروني. اسمع اكتب. والله يهروني مخالفات واقامات، وكل بين فتره يجي البلديه. قبل ما كان في جداره كان يجي البلديه او اجاده اسمها، مش البلديه، ايه ويدور إجازة. الزله ويهريه. حسبي يا اخي الله ونعم عندي عيال الوكيل. مخلصين بكالوريوس، 3 اولاد وبنتين، مو لاقين وظائف. فاكثر عيالي خليهم يروحون يشتغلون سكرتيه. واحد لقيت له وظيفه، وواحد على التليفون اذا حد غايب يروح يغطي مكانه ويجيب له 100 ريال يمشي فيها نفسه. اجاري صار لي 3 شهور ما دفعت الاجار. كهرب والله العالم. ميوت يا لمتى راح اسكت؟ طيب الى متى راح اسكت؟ يقول لي اصبر ل 20 30، يصير عمري وقتها 60 سنه. اللي بدل ما اريح وخلاص ان استعد للموت يبوني برضو الشغل. ابي اتعامل حالي من حال الامير. انا الامير كيف عايش ابي يصير حالي من حاله. حسبي الله ونعم الوكيل. واذا تكلمت قالوا تسبب فتنه. طيب الى متى قاعد ساكت؟ 53 سنه يا ناس ساكت، لين جاني ضغط وسكه. يا سلام الحين تنبحون. ايش فينا مجنون؟ انزل بس انزل. يلا قلع يلا انزل بس. يلا برا يلا برا. شوف يا دعوة، شوف الدل وين وصل. واحدة اسمها ام سلطان تقول امن عيالك، مد لحافك على قد رجولك. شوف اقسم بالله هذا قمة الخنوع وقمة السفالة. الحافها منديل يا الههرة. لا يلعن اسمك يا شيخ. يا ام سلطان انا بتعامل كمسلم، ان المسلم يضمن لي حقي، انه يعطيني حقي. ما دام رب العالمين انعم علينا بمقدرات وكنوز يعطيني حقي منهم. ليه اشوفه يعطي الكافر يمين ويسار ويدلعه ويقول له اطلب احمد لامبرجيني ولا فراري طرنطح. مختار انتبه اللون الكاميرا. واليوم اللي تبي توصل لك فيه. اي والله لو يطلع يريحنا والله انا وعيالي نبايعه، واجيب برضو عيال اخواني واخواتي نصير مع جيشه. زهقونا من الدنيا، كرهوا حياتنا، خلوا الواحد يتمنى الموت. ولولا خوف من رب العالمين كان من زمان انتحرت، لكن اموت كافر عشان الكلب هذا؟ لا، انا اقول كلمة الحق، ولما اموت شهيد ادخل الجنة على ظهره. هذا فيض من غيظ، الواحد زهق. والى متى قاعد ساكت؟ اكبر عيالي قريب 30، لا وظيفة زي الناس، ولا قادر يتزوج، واشوفه يكسر خاطري. ولدي ما اقدر اسوي له شيء، لا والله يخاسي بن سلمان. وانا قاعد احرض عيالي عليه، وانه مو اي احد يتكلمون قدامه، لكن اعلمهم ان الاسره هذه عدو ولازم نتخذهم كاعداء. انك لا توليهم ولا تحبهم وتتمنى زوالهم، في كل صلاه تصليها تدعي عليهم. واذا صلت عليك نفسك لا تبكي، خليك رجل، وخلي النار داخل قلبك، وخلي صورة الخسيس هذا قدامك، وانك ادعي الله ان الله يمكنك منه في يوم، وتوريه كيف ان الله حق. سعود هذا طفل شكله. شوف ام سلطان ايش تقول. لا مو حلالهم يا حلالهم. سلطان، ما في شيء في الاسلام اسمه حلالهم. ايه مو حلالهم هذا. ما شفنا سيدنا عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيدنا ابو بكر ولا عثمان ولا علي سكن في قصر. كانوا حالهم من حال الناس، حتى التوزيع بالغنايم حالهم حال الباقي، لا ميزوا نفسهم ولا ميزوا عيالهم عن الباقيين المسلمين. فاذا انت تقول مسلمه دول الاصل، دول اللي نتخذهم قدوات. اما اذا انتوا تقولين حالك من حالنا ان احنا دوله ما نطبق شريعه، ايه خلاص كذا ان احنا عاملين معامله الكافر،
اللي يقيم العدل عنده. ان احنا نطالب مجلس نواب يعطينا حقنا ويطبق لنا الشريعه الضايعه المفقوده، شريعه المسلمين الحقيقيه. ما طلبنا لا خروج ولا تكسير ولا مظاهرات، نطالب بحقوقنا سلميين. كل دولة كافرة عندها من ينوب عنها ويمثل الشعب. أنا طالب حالي من حالهم. أما تجيبين طاري الإسلام أنت بعيد كل البعد عن الإسلام يا مستر. الإسلام في وادي واللي تسويه السعودية في وادي، والبترول والمناجم والفلوس الحج والعمرة ملك الشعب، وحتى القصور قاعد تمتعون فيها نجمعهم كلهم في شقة حالهم من حالي. أنا 5 أشخاص من أولادي وأنا زوجتي 7 أشخاص في شقة 3 غرف، نجمع كل أمير في شقة. يا مستر افتح الميوت يا مستر. يا ابو مين السوداني اللي تحت؟ السلام عليكم تفضل. ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. أبد والله كان عندي إزعاج فاهم، ثواني بس ثواني نتكلم. حبيبي انا طلعت مزعج طلب قسط قلبي. يا أم سلطان لو سكتنا عن بن سعود بيصير فينا أخص من سوريا والعراق والباقي. احنا طالب حقنا بشكل سلمي. ان انا ابي بيت وابي راتب وابي كهرب ماي بلاش وتشيل عني الضرائب وتشغل عيالي ال5، كل عيالي عندهم بكالوريوسات، وابي زوجتي اللي ضحت معاي وصبرت على الفقر اللي احنا عشنا فيه يمشي لها راتب وهي نايمه في البيت. ابي تطلق سراح المعتقلين كلهم، كل واحد ما طالب حقنا احنا الشعب المساكين سجنته وحكمت عليه بالاعدام. ابي يكون عندي قضاء نزيه، ابي الايتام تعطيهم حقهم معززين مكرمين. ما ابي فقر في الديره، ما ابي عارف كم دخل الميزانيه، كم يجيني وكم اصرف. مو عايز خلاص عندنا عايز عندي ميزانيه كذا خلاص اني امشي وراك مغمض العين. لا ابي نزاهه، انا ابي يكون مواطن يعرف كل صغيره وكبيره. ما ابي اشوف حرمه تبيع شاي جمر، ما ابي اشوف بنت تقصص سيارات وهي تمسح مطاعم طاولات مطاعم حق الهنود العماله. ما ابي اشوف بنت كشيره في حلاق رجال، ما ابي اشوف بنت برضه كشيره في سوبر ماركت او في مطعم وراها 30 رجال. احنا ما طلبنا الا حقنا. لا ما طلع شيء. متأكد يا دعوة؟ وسوست ايه والله. متأكد. يا تفضل. اذا عندك احد يبي يسولف يتفضل. تميم عطنا رايك، كم عمرك يا تميم؟ جو درو. ايه عشان كده طرد الخاين وحسبهم. ها اذا انا أم سرق سلطان. يودوني النيابه وبعدها بيودوني السجن، لكن الامير اللي سرق مليارات وداه فندق وخلاه معزز مكرم وخذ منه الفلوس وفي النهايه رجع القصر حقه. هذا يعتبر حاسب الفاسدين. ها والله العقل نعمه اقسم بالله، وما اظن انت عندك عقل. يا نقطة يا انك تتهكم يا تتكلم جد عشان تستاهل بلوك. تبينا بلك على خشمي. وضح، خليه يوضح ايش يقصد، انه يتهكم ولا يتكلم جد. هم نازلين من السماء. كلنا من طين، كلنا ذرية سيدنا آدم أبو البشر. لا تكتم أحد. يا أبو عراب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عمار أنت ولا ميسي؟ ايش محتواكم انتم يا ها؟ احنا نطالب مجلس نواب يمثل الشعب، يعطي وش كل متقاعد محتواكم؟ 40,000. المحتوى وش هو؟ تسمعنا أنت ولا ما تسمع؟ يقول والله محتوى اني دوبك سياسي دخلت كذا ما المحتوى. ادري عن شيء والله. صوتي واضح؟ اي واضح. هذا داخل طيب مطفي اللمبات هذا.
والله لا عندي خلنا غريبة. نشرح له ما دام ما غضب شيء خلنا نشرح له، وغيرنا كبير في السن هذا من حالي، بس السمع يكون عندنا صعب، لازم تراعي الشيء هذا. راجع لو طالب جس مرة ثانية رجع. يلا. هلا الو. صوت واضح. تفضل نسمعك اصواتكم واضحة كلكم. لا بس اقول ايش محتواكم، لاني انا خشيت ما سمعت شيء إيه والله. احنا نطالب بمجلس نواب يمثل الشعب يعطينا حقوقنا، نطالب متقاعد منا يستلم 30,000، واللي تو بادي حياته بوظيفة ياخذ 20,000، وزوجتي يجيها 10,000، وعيالك اللي ما اشتغلوا ياخذون 5,000، وكل طفل من اطفالنا يجي له 1000 ريال. نطالب ببيت مجانا، كهرب مجانا، يشيل المخالفات، يشيل ايقاف الخدمات، يشيل اللي هو هذا الضرائب حقته. نطالب يكون عندنا محاكم نزيهه. طيب روح له، طيب كلمه، الله يعطيك العافيه، روح له عشان كلمه. يقطعني من شعر يعني ولا ايش؟ طيب كيف تقول له كذا في توك توك؟ لا روح له وكلمه، قول له بس ايه انا سوينا اقول هذه كلام هذا حق الشعب، كيف يروح له؟ كيف لما يقابله الشعب يا يسمع أبو احنا عرام؟ كلمنا. نشكره. الشعب مبسوط، ما علي ولا خلاف، الله يهديك. بس انت يعني كم راتبك يا ابو تعوذ من عرام؟ الشيطان. كم راتبك؟ الشعب كم راتبك يا ابو مسعود، عرام؟ الشعب كم راتبك يا مبسوطين ابو مع. عرام؟ كم لا راتبك؟ ما كم خلوا راتبك؟ عنهم. لا احنا مبسوطين، ما علينا خلاف يا اخي كم والله. راتبك؟ طيب كم راتبك؟ يسألك هو، جاوب عليه يا أبو راتبي عرام. اللهم ايه الحمد، راتبي 6000 شبع والحمد لله. كم يوم يكفيك من الشهر؟ والله يكفينا، ولا ما كفانا نصبر. يعني ما يكفيك يعني حتى يا اخي حتى نستلم يعني ما لما يكفي. اقول ان انت رجال في عمرك وعمري يستلم 40,000 30,000 انت زعلان ليش؟ لما يا اخي ولدك ما ياخذ 20,000 انت ليه في زعلان ارض، انت؟ انت ما انت في اي ارض ثانيه، وانا اخوك اسمع بنت خذ يا مني اخوي عن ناخذ ام منك. الارض لا هذه اله اللي الا الله. دلتني. انت فيك في ارض، تقدس انت التراب ولا تقدس البشر؟ طيب انت في مدينه، انت في دوله، ما انت في اي دوله، انت في دوله الحرمين. ينعن ام الدوله هذه، تعرفين عن امها؟ لا توجج الناس ولا اخوك وتخرب البشر على لا الناس. انا طالب الناس لا تاخذ حقها. احنا بخير وفي خير والحمد لله خير طيبين. انك فقران. اسالك بالله يا ابو عرام، تونا اليوم 4 من الشهر، كم في حسابك؟ اسالك والله بالله. يا انا قنعان والله، ما في حسابي ولا شيء، لكن قنعان خلاص ليه الحمد زعلان؟ لله. طيب لما طالب بحقوقك ليه زعلان؟ ليه تهاجمني؟ يا اخي قل لا اله الا الله، انا اقول لك ما ايش تهاجم الفرق بينك وبين الصومال؟ اسالك بالله يا ايش اخي الفرق اسمع قل بينك لي وبين انا الصومال؟ اخذك مدام وتقول ايش لي الفرق مدام. بينك وبين الصومال يا ابو عرام؟ لا احنا ما نبغى لا ايش تأجج الفرق الامور بينك يعني وبين في الصومال؟ ما لها داعي. لا احنا داعي، نخلي العالم لا كله يدري ان احنا اغنى دولة في العالم وافقر شعب. هذا اليوم 4 من احنا ما الشهر وانت عليك، مطفر. امورنا طيبه والحمد لا لله ما هي بخير. طيبة، لا طيبة حق الخسيس اللي في الصورة وابوه وعيال عمه، اما انا مواطن لا ما هي طيبة. لا تجي تدافع عنهم وانت حافي منتف. هذا اليوم 4 من الشهر يا ناس، هو متقاعد يعني نازل التاريخ راتبه في تاريخ واحد للتأمينات الاجتماعية 3 أيام وما خلص اليوم الثالث وراتبه راح، وزعلان إن عشان أطالب بحقوقه. شو الشعب هذا؟ أنا كنت زي كده مغفل لين ما الله وعقلي قال إن دولة لا مو الإسلام حقيقي. عمري 53 سنة، أصبر متى عشان أشوف عيالي وأشوف نفسي مرتاح؟ أحد يجاوبني إلى متى يكون عمري وارتاح؟ خطاب الشهادة هذا ما يمشي عندي، أنا بحقي وحق جميع المسلمين المواطنين اللي معي في البلد هذا ترفع لهم خطاب وتدفع للسيسي 75 ريال ولا حد يرد عليك ولا حد يعبرك. أنا باقي فلوسي بس في الخطابات. وليه يكون دليل ارفع له خطاب؟ ليه ما يجيني حقي معزز مكرم من غير ما ارفع له خطاب ولا زفت طين؟ هي عشان كده عاصمة العظمى قبل المسلمين جايبين يجي ازاليا تسب رب العالمين مش الرياض.
وجايبين الصهاينة وفاتحين لهم مكاتب في الرياض، وليعقوب خاخام ينفخ البوق في كل مكان. جايبين اليهود اللي طردهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ومرجعينهم مرة ثانية ومدخلينهم مكة. جايبين الملحد أودنيس وخلينا يفتر في الطائف. وجايبين أحمد الإمام اللي يسب عرض الرسول صلى الله عليه وسلم ومؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ومدخلينها مكة. هذه قبلة المسلمين. وده ملاذ ملاذ كل فاجر طاغي ظالم ملاذه. زين العابدين بن علي اللي كان يحارب الإسلام في تونس والكل رفض يستقبله وجبتوه عندكم. واللي كان ياكل لحوم الأطفال في رواندا برضه جبتوه واستقبلتوه عندكم. فأي ظالم طاغية ملاذ الآمن اللي لا هنا. بن اللي هو حق اليمن اللي مات هذا علي عبد الله صالح، بعد ما طردوه الشعب دقيقة يا مستر، بعد ما طردوه الشعب جبتوه واستضفتوه عندكم. مستر اللي تحت تفضل. مساكم الله بالخير يا جماعة الخير. سلم ابوي سلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. صوتك واضح ابوي. اوكي اخوي. والله ابد يا اخوي شوف عشان نكون على بينة. اول حاجة انا من مواليد بس بقول لك يا مستر، بس قبل ما تقول حاجة لحظة. الكلام اللي تقوله رب العالمين راح يحاسبك عنه يوم القيامة. اكيد 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 ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. تمام. تفضل. طيب اول حاجه انا والله اطلع في بثوث كثير، بثوث معارضين، بثوث مؤيدين، بثوث اي حاجه انا اطلع، اي شيء في السعوديه انا اطلع، ما يفرق معايا. ليش؟ لانه الله سبحانه وتعالى اعطى في الانسان نعمه اسم الفضل. الله سبحانه يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. احنا كمواليد السعوديه ترى لها خير علينا، خيرها سابق، ما ننكر الشيء ذا. تمام. وفي نفس الوقت احنا شفنا الخير، شفنا العز، شفنا العلم، شفنا الدين، شفنا اشياء كثيره بخير السعوديه. تمام. الحين الكلام هذا موجود ولا راح؟ مو انا دحين جايك في الكلام. تمام. انا دحين حاليا الحمد لله من احد من خريج كليه الشريعه في السعوديه. تمام. ومدرس جامعه في بلدي انا، الدوله اللي اعيش فيها. تمام. في نفس الوقت ننشر الدعوه للاسلام بقدر المستطاع. الحمد لله لنا انجازاتنا ولنا هذا بعد الله سبحانه وتعالى، بعد اني انا جاي من بيئه اسلاميه، تربيه اسلاميه، اي حاجه يعني حلو على جيلنا. تمام. طيب السؤال اللي الحين يطرح نفسه، انا مالي صلاح في الشؤون الداخليه في السعوديه، هديك من الاخير انا مالي صلاح، بس انا اللي يجمعني في السعوديه انا ما أبر. شوف سبحانك يا رب، قالوا شيء ممتاز لما جاي يطبل رب العالمين روح من عنده الارسال. هاي من رب العالمين انا ما ناخذ فيها. يا ابوي تسمعون صوته قطع عندي. رب العالمين خلص صوته عشان لا يحاسب على الكلام اللي راح يقوله. نزل البزر هذا نزله. ابو مزنة تفضل. هو اللي يسب ابو مزنة. ابو مزنة. هلا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا ما أسب أحد والله، لا أنت ولا الثاني ولا الرابع، لكن القناة هذه وش لي؟ نطالب بحقوقنا احنا يا ابو مزنة. ها؟ نطالب بحقوقنا. ليش اغنى دولة وافقر شعب؟ طيب أنت نهوب، أنت مطالب بحقوقك. مواطن. وين هو؟ مواطن مسلم اقول لا اله الا الله محمد رسول الله. عندنا بالسعودية أنت؟ عندك بالسعودية أنا. لا ما تبع عندنا، لو أنت عندنا ما حد شيء يا أخي. اسمع ليه يعني راح تقطعني بالمنشار يعني؟ شوف يا أبوي. يعني يقطعني بالمنشار يعني أبو مزنة. أنا ترى ما أطبل لأحد، أنا قسم بالله، لا أنت ولا غيري. لا تبي تقطعني بالمنشار صح؟ كذا ممنوع تتكلم. لا ما اقطعك ولا شيء، بس زي جمال خاشقجي كذا صح؟ قلنا بيختفي لو انه موجود. انا دارس. والله قلت نزلوا هذا حدك وما تبون واحد يحدك. لا ما نزلناك احنا، نوضح الكلام اللي قلته يا ابو مزنة. قلت لو انا في الداخل راح اختفي، يعني راح تقطعني بالمنشار. انا والله اسالك جد قسم بالله رب الكعبه، اسالك عجبك عندنا بذا وين هو انت؟ بالاردن، سوريا. انا في الغربيه يا ابو مزنة. خله ما دام ما ساب خله. ما نزل هو نزل. يعني سوى هروب تكتيكي. الله معه. اطلب قز. يا قمر
يا اسم على مسمى. مو معنا شكلها. طالبة قسط ونطلع الجوال. اطلب قسط يا ابو مزنة، يا ابو مزنة، انت اثبت للناس اللي قاعد تسمعنا ان انا عشان بالداخل راح امسك واتقطع بمنشار، فانت اثبت للناس ان ليش انا اغير صوتي الحين وليش ما احدد موقعي. الحين بقول نزلتوني شوف. انت اللي نزلت يا ابو مزنة، ما حد نزلك. نعم خلنا اكمل. الحين من اللي قطعك بمنشار؟ منشار محمد بن سلمان، لو تكلمت راح يقطعني بمنشار. انت الهوب الحين انت وين انت وين انت؟ انا في الغربية، انا في الغربية. طيب يا اخي لا بغيت شيء روح للديوان، روح من دب وليه ما يجيني حقي معزز مكرم من غير ما يجي اروح حق الديوان؟ هتروح لامهم. ما حترد علي، رسالة برقية وما حترد علي. يا ابن الحلال اسمع، مع الاسف الشديد في ناس يروحون يسجلون بالاردن يحجون بسوريا، هم يقولون هذول يا اخوي ما لنا دخل في الاردن يا ابو مزنة، ما لنا دخل في غيري، انا اتكلم عن نفسي. رسلت برقية للديوان وما حترد علي، قلت لهم انا مواطن مديون وعلي ايقاف خدمات، ابي منكم فلوس اعيش انا وعيالي وما حترد علي. حتى ال 75 ريال اللي دفعتها حق البرقية ما حد رجعها لي. اسالك بالله انت محافظ على الصلاه؟ ايه الحمد لله محافظ على الصلاه. ايه بطلب الله تضيع حدك بهالجنة بس. ونعم بالله، لما طلبت الله وراني ان انا مسلم ومن حقي انه يجيني حقي من الفلوس. فهمت؟ لما دعيت الله قلت له يا رب افرجها علي، يا رب عطني سدد ديني، يا رب حل همي. فجاء قريت اقرا قران، فقريت الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أنا بقول شيء، فعرفت إن أنا مسلم ولي حق. السلام عليكم. فقلت حق الملك ما لي حق يا ملك. اسمع الله يحفظك. السلام عليكم. الله يحفظك أبوي. احنا السعودية يا أبوي، احنا ما نبي مشاكل. يا ما حتى احنا ما نبي مشاكل، عشان كده يا ابو مزنة احنا نطالب مجلس نواب يعطيني حقي ويعطيك حقي من غير ما نخرب، من غير ما ندمر. خلي بعلمك تطلع من بريدة، تطلع من بريدة. سلام الله. انتم كلاب ملاعب والدين، انتم نزل كلاب. الفرخ هذا اسم على مسمى. اسم على مسمى يا ابو مزنة. يعطينا وجه خل حاج. طيب يا ابو مزنة سم انا بروح اقدم وش الطريقه وكيف وش الاليه وش اللي قدم يا اخوي. كلام انا لا بغيت شيء قدمت قسم بالله. انصحنا. طيب وين نبي طريقه على طول اروح اقدم اليوم الثاني جايني شيك ولا جايني ايداع في حسابك؟ انا بعلمكم وش انتم، انا بعلم بس لا تسكر السماعه. انا بعلمكم وش انتم تدورون مشاكل، تروحون هناك تسوون فتنه. بس السعوديه تمسكون. لا احنا ما راح ما نبي نسوي فتنه، احنا نطالب بحقوق، نبي نقدم حالنا من حاله. اسمع السلام عليكم. احنا ما نبي مشاكل. وعليكم السلام. نزل ابو مزنة، نزل ابو مزنة. لحظه يا دعوة مظلوم. لحظه وي بس دقيقة اسقطني دقيقة بالله دقيقة. يا ابو مزنة احنا ما نبي نخرب ولا نبي مشاكل، نبي يكون عندنا مجلس نواب يمثلني انا يا دعوة ويمثلك انت يا ابو مزنة، يمثل محصن، يمثل المستر، يمثل نقطة وزقرتي، يكون مستغل عن الحكومة، يجي عن طريق انتخابات. حالنا حال جميع الدول متطورة. المجلس هذا يفصل بيني وبين الحكومة، يعطيني حقي. إذا الحكومة جات علي يوقف وجهها المجلس هذا ويكون عندهم حصانة إن الحكومة ما تقدر تشيله ولا تحط عضو مكان عضو. إنه يعطيني أنا يا رجل عديت 30,000 ريال تقاعد، يعطيني بيت ملك، يشيل عني الضرائب، يشيل عني المخالفات، يشيل عني إيقاف خدمات، يكهرب مجانا، يعطي زوجتي 10,000، يعطي الاولاد اللي عندي ما اشتغل 5,000 واللي بيشتغل فيهم يبدا راتبه من 20,000. السلام عليكم. فهمت يا ابو مزنة؟ احنا ما نطالب خراب. وعليكم السلام ورحمه الله. انتم تتكلمون عن ضرائب ولا وش بالضبط؟ عليكم السلام. عن كل حاجه.
طيب كل حدد شيء واحد حاجة نتكلم مرهقات. عنه عشان نتناقش. طيب أول شيء المخالفات اللي ما جد التأمين 300 ريال كل 10 أيام. طيب ايش كل تبي؟ 15 يوم، كل 15 يوم. لا القرار الجديد كل 10 أيام. كيف كل 10 ايام يشوفون تامين ولا كيف؟ أبد تمر عند هذه اسمع يا حاطين زقرتي، لو سمحت يا زقرتي يا قلبي، زقرتي اسمعني، سمع الله عدول. احنا مو قضيتنا شيء واحد، احنا قضيتنا مجموعة قضايا. لو قاعد نتكلم فيها دقيقة يا زقرتي اصبر علي. لو نتكلم فيها قضية ما راح نخلص. ولذلك احنا نطالب مجلس نواب يكون ممثل من الشعب، منتخب من الشعب على سنة الله وشريعته. النائب هذا يكون يمثل الدائرة اللي جاي منها، يطالب بحل جميع المشاكل اللي في البلد، سواء قضاء مستقل، شفافية في الميزانية، مخالفات، الغرامات، الضرائب، الكبار في السن اللي هم الضمان الاجتماعي يكون كويس. كل القضايا اللي في بالك يحلها عن طريق المجلس، ما نتكلم عن قضية. أنا واضح الرؤية وعارف وش بس ما بيعطيك مجلس النواب من. أنا سؤالي والله واضح، من بيعطيك؟ لأن طلع مع المدير. ليش ما يعطيني؟ نزل نقطة خلينا نتناقش أنا وزقرت. ليش ما يعطيني؟ ليش ما سمعت لقاء مع المدير يوم قال مملكة دستورية ويكون فيها نواب؟ قال لا، يعني مملكتنا قائمة على كتاب الله والسنة ولا نسمح بأي دستور ولا أي، يعني هو قالها. وقال اللي ما يرضى يصدم بالشارع، هو اللي ما يرضى يصدم بالشارع. ممتاز. أكمل الحين أنا أرد عليك ولا؟ تفضل. زاد فضلك. وبرضه قال إن خلال أسبوعين راح يشتد الحوثي، وقال إن كيف تفاهم مع إيران اللي عقيدتها تكلم عن الإمام مهدي، وقال إن الضرائب ما راحت عليكم ضرائب، وقال على كلامك إن خلال الغائب عن بدايته انك تتكلم عن كتاب السنه، وهذا غير صحيح. وين كتاب السنه؟ وين الشريعه اللي تسمح انك تجيب ممثله اباحيه تطاوع يا رب العالمين؟ والاهم لما يكون عندي العدد انا اجبره واجبر ابوه واللي جابه ينفذ كلامي. طيب انت ليه مستسلم كذا؟ لا انا ماني مستسلم. سؤال انا لاني بوصل لك معلومه. ايه تفضل، خلي النقاش بيني وبينك عادي. انت شفت حصاره على قطر وعلى حوحو وسوى معه؟ ممتاز. هنا معه ما ينفع مع منطق القوة. يا سلام عليك. أصروا على واحنا ننصر بعد حالنا محل الطريين ونصر حالنا محل الحوحو هنا، لكن بدون تخريب بدون دمار. ان حقنا نقدر ناخذه غصب عنا وعن ابوه وبالادب. بعطيك معلومة. لكن يا طالب اسمع اقول لك، لكن يا طالب مظاهرات تخريب عنده بدل الفتوى 10 فتاوي، انه يبيدك، انه يزهق دمك، ولا يطلع عنده هديه ولا يفكر فيك حتى. غير انه بيطلع عندك ناس تندس بينك وبين الناس اللي طالع تتظاهر، بتفجر وبتخرب وبتدمر ممتلكات الناس. فانت الحل الافضل انك حل سلمي وانك تجمع جميع حواليه، وهذا حل يرضي الجميع. انت متضرر منه وانا متضرر وهذا متضرر واللي عنده مخالفات متضرر وايقاف خدمات متضرر واللي عاطل متضرر واللي التامينات متضرر. فانا ما اوصل لهم الفكره وزيد عدد اللي عندي ناس تأيدها غصبا عني اخذها. بقطر حصل قطر ولا استفاد منها شيء. هذا حارب بالحوحو ولا سوى لهم شيء. حارب ايران جات اخذت منها حقل الدره ولا قدر يطلق عليها رصاصه واحده. ايوه عرفت الحين وش الفكره؟ ما ينفع. فانا اقول لك فكرتنا انها هي سلميه لكن بالقوه بالعدد نجبره بالمنطق القوه لانها ترى الشعب. طيب بسألك بالله يا سقرتي سؤال بسيط. انا نشرت الفكره وايدها مليون مواطن وقلنا لهم يا مواطنين اليوم الفلاني راح نقاطع الشيء الفلاني، هل يضر اقتصاده ولا لا؟ بينضر الاقتصاد. اعطيك طيب اقرب مثال. اليوم اللي بعده قلنا نسوي حاجه ثانيه اعتصام عن شيء معين، نضره ولا لا؟ طيب انت ولما نحدد الوقت حق النزول الناس كلها تنزل في وقت واحد، يقدر يسوي لنا شيء؟ طيب انت ما سمعت فتوى المالكي قال لو يرى الحاكم انه يبيد ثلثين الشعب على ممتاز. لكن لما تنزل دقيقه والمالكي هذا تاجر الدم
يعني قال له انه لو يرى الحاكم يبادر ثلثين الشعب لكي يعيش الثلث الاخر جايز له. يا غريب حط ميوت يا غريب. تمام ممتاز. هذا الرد الفتوى عليه. جاهزه انت قبل ما تنزل ما عليه، ان انت قبل ما تنزل الناس كلها تعرف ان انت مطالبك سلميه وانك تطالب بمجلس نواب. يعني تبي يا الملك يا ولي العهد تبقى مكانك خليك مكانك. ايش حجتك عليه؟ انه اطالب حقي شيء يزعل؟ فالعسكر نفسهم العسكر متضررين، مين اللي راح يقمعك؟ لكن لما تقول لا بنزل عشان اشيلك شوف ايش يسوي فيه. طيب بوصلك معلومه، انا ترى ماني بضد، انا مع، وانا ضد ان نخرب بلدنا ولا ضد ان يطول العمر نطلع وتجي ابادات ولا لا 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 لا، انا ضدها. ترى يهمني دم اخوي المواطن او اخوي في الدين، يهمني اكثر من بس هنا المنطق يقول ما يرى الشعب شيء. انت شفت الميزانيه اللي قالوا فيها عجز وما عجز وما عجز، هذه تمهيد لزياده الضريبه الى 25%. هذه اول نقطه. ثاني نقطه، اجبار العالم على التامين الطبي، تامين السيارات، وزادت نسبه تامين السيارات. يعني هنا لازم الواحد يفكر ليش زادت في هالوقت؟ لان صندوق الاستثمارات العامه شرى اغلب شركات التامين. في بدال ما نروح نطالب في مجلس نواب وما نواب، هو قال اصلا ما راح اعطيكم، لا نطالب بشيء اكبر. اطلع يلا روح انقلع. هنا لحظه والحجه انه يقمعك. لا لحظه، هنا بيرضى وبيقبل بمجلس من النواب وبيجب. لا 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 والله ما دام عطيته حل انه يكون وسط والناس تجتمع عليه، انه والله اللي يقمعك. وغير كذا مين اللي راح ينزل معاك الشارع يقول لك يلا نشيله؟ نعطيه 13 شهر مثل ما اعطى سام. طيب مين اللي راح ينزل معاك الشارع عشان تشيله؟ سؤال. ما راح احد ينزل. تفضل يا اخي. حتى لو قلت وش تبي نسوي يعني؟ عطنا حلول يعني. لا الحلول شوفوا ما اخذ بالقوه ولا يسترجع له بالقوه. انا ما اتكلم عن القوه المفروض برضه في دهاء، يعني في دهاء عندك تاخذه اقرب من القوه. خليني اوصلك المعلومه. وش يقول؟ اضربه بالموت يرضى بالسخونه. هذا مثال. انا قال خلاص يلا يا ابوي ما عاد سلامه يا اخي خلاص. لا بيقول لكم طيب وش تبونه؟ لا هنا نطلع بفكره النواب، نطلع بافكار ثانيه. بس انك تيجي تطالبه من البدايه بيقول لك لا يا ابوي من تكون عشان احطك مجلس نواب. وانا اعرف العقليات هذه ترى، والله اعرفها. وعلى فكره يا دعاة مظلوم ترى قد قابلت الشخص يمكن 6 أو 7 مرات، وعرف تفكيره زين ما زين. ايه تفضل اخوي. فانت تقول ما اخذ بالقوه، لا يفضل الا بالقوه. فبن سعود قدامه حلين. اسمعني طيب، في ناس تدعي ما عليه. ايه ما عليه، بس مين اللي راح كيف راح تجمع الناس وتطلب منهم النزول؟ ليش تجمعهم؟ انت كيف علمني الطريقه كيف تجمعهم تطلب منهم النزول؟ ما في تذكر طيب انا ما نضرب بحلال. اصبر اوصلك المعلومه لا تستعجل. تذكر مقاطعه المراعي الشعب يوم قطعوا المراعي؟ ايه وبعدين هل نزلت الاسعار ولا ما نزلت؟ ما عليه نزلت الاسعار ولا ما نزلت؟ نزلت. لا والله ما نزلت، والله ما نزلت. نزلت فتره ثم رجعوا غيروا الاحجام. والله ما نزلت، والله ما نزلت. غيروا الاحجام في النهايه مشوها برا. لا والله غيروا الحجم. لا والله نفس الحكايه. وغير كذا الحين بيفرضوا عليك الاسعار مره ثانيه. طيب فانت تطلب من الناس مقاطعه بدون هدف. ليش ما نقاطع؟ نقاطع ايش الهدف؟ طيب سؤال بس، ايش الهدف اني اقاطع؟ نقاطع الاحتفالات الوطنيه اللي يقولون كلها ممتاز عليك. انا ايدك مقاطعه، لكن ايش الرؤيه حقتك؟ الرؤيه هنا خلاص لما بيقل اقتصاده بيصير عجز في الميزانيه نفسه. ايش الناس استفادوا؟ ايوه الاستفاده. شوف انا اللي اراه من وجهه نظري انه لو زاد عليهم الضرائب الناس ما راح تسكت. الحين العالم والشارع كله محتقر. طيب مع ذلك زاد عليها الضرائب وهاجمهم بدينهم، ومع ذلك ناس سكتت. لا لسه باقي في ناس بخير. لا والله سكتت. تدري انا اقول لك انت سكرتي تقول مقاطعه ومدري ايش، انك تبي تلعب مباراه ضد واحد وانت الفريق الاساس ما جمعته. ايوه فاهم علي ايش اقصد؟ الفريق الاساسي متى تجمعه؟
لما تكون حلولكم منطقيه مثلا مجلس وهذه النواب منطقيه، هذه مجلس لحظه طيب نواب خليني الكبار في السن. اوصل انت لك متزوج سكرتير، انت خليني اتكلم لك. طيب اسمع، خليني اوصل لك المعلومه متزوج عشان ترد علي. ما انت متزوج؟ متزوج متزوج شباب لا تقاطعون عندك بعض، عيال؟ خلوا كل واحد يفهم يا الثاني. سكرتي عندي وش عيال الافكار اللي عندك منطقيه؟ طيب اذا خليني اوصل فكرت لك انها هي المعلومه منطقيه. انا اوصل لك المعلومه. لا انا اقول انا من مؤيدين اللي هو مجلس النواب، وانا يوم قالها دعوه مظلوم وانا اقول هذا الحل الصحيح. بس كيف توصل للحل الصحيح هذا؟ هنا السؤال، كيف اوصل؟ كيف اجمع الشعب على كلمه رجال واحد؟ لحظه الله يرضى عليك، كيف اجمعهم على كلمه رجال واحد؟ هنا نبدا نفصل الامور، نبدا بها اول شيء من الصغار تحت. اول شيء التامين، ما التامين تكلم عن فتره تحصل مؤيدين بيدخلون معك، بعده نرجع للضرائب، بعده على الدين، وبعده لان الشعب عندنا ما يبي كذا حل. لا ابدا بهم معهم مشكله نفس الدرج، ترقى درجه. ابدا بالمضر المواطن، وش اللي تضرر منه؟ التامين. لا جاب يامن اقل شيء بيروح يصلح سيارته ب 2000 3000 والتامين 2000 ريال، هنا 5000 هو ما عنده ما يملك. ابدا بها خطوه او درجه، وصدقني يعني مع الوقت بيكون عندك العدد الكافي انك تقدر تطالب مجلس النواب. هذه فكرتي. والله انا ايدك، والله ايدك يا سكرتي. قبل شوي حط الضرائب وكل شيء عليهم ساكتين، يعني الحين لو تكلمنا هل تعتقد انهم بيجون معنا؟ ان شاء الله. انا ما افكر يعني كلام تدري وغير كده معلش يا مستر، بس اوضح لي حاجه. انت لو اتبعنا ان كل الكلام اللي ذكرته احنا تكلمنا عليه تقريبا كل يوم، عندنا بثين تقريبا مواضيع مختلفه. تكلمنا عن الضرائب وعن التامين وعن المخالفات والميزانيه، ما خلينا شيء في البلد ما تكلمنا عنه. حتى حقوق ذوي الاحتياجات الخاصه تكلمنا عنها، الضمان تكلمنا عنه، المواد الغذائيه تكلمنا عنها. فانت تقول لي قاطع وانا ما جمعت الفريق. لما انا اجمع الفريق ويكون الفريق هدفه واحد ان مجلس نواب يكون عندي عدد كبير. انت يا مجلس نواب سكرتي تقدر تروح اي مجلس وتقول لهم يلا نشيل النظام؟ لا هنا يمكن يبلغون عليك ويشلونك هم شفت؟ يودونك. لكن لما تروح لهم تقول لهم انا سمعت عن حاجه اسمها مجلس نواب، ان الملك يبقى ملك يعطينا حقوقنا، يمديك تاخذ تعطي معاهم في الكلام ولا لا؟ لا تدري ليش؟ انا اتكلمك عن المجتمع اللي حولي. اساسا مجرد يسمعون اللي هو امس فتحت موضوع مع شباب جالسين عن التمثيليه والتمثيليه اللي سووها عجز في الميزانيه وكذا. قلت هذه ترى تمهيد عشان ترفع الضرائب الى 25%، وبعدها ياخذون ضرائب على الدخل او ضريبه الدخل، يعني بتكون 2. واعطيك من الاخير القرار موجود عند مصلحه الزكاه والضرائب وموقع وجاهز، بس حيز التنفيذ جاهز موقع وجاهز. اشعروا كل التجار بالخطاب هذا انه يعني خلال اسابيع او شهر تقريبا بيعتمدونه. هنا كلهم على كيفه يزيد. لا 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 طيب احنا في الميدان ليش ما نطالب يعني بمجلس او بمجلس الشورى؟ هذا ما منه فائده. ليش ما يكون احنا منتخبينهم يا الشعب ويمثلوننا، واللي نرفضها هم يرفعون هالمقام على قولة المقام السامي. هذا ما ادري وين. لا 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 نصير مثل الكويت. طيب الكويت هذا ما عندهم ضريبه وعندهم رواتب، المطلقه عندهم تستلم اكثر من راتبك يا وكيل رقيب، معنا واحد وكيل رقيب اكثر من راتبك. الفكره يعني زي ما تقول طيب واذا طيب من ننتخب؟ قلت يعني فيها عندنا اول شيء يطلعون المعتقلين مثل عصام الزامل، دخيل وكذا معتقل يعني اقتصاديين. هنا لا طلعوا هذولا وفيهم دكاتره اللي هو دكتور القحطاني وفيه سلمان العوده. يعني كل العالم هذه عندها فكر اقتصادي صحيح. عندك وش اسمه جميل فارسي او هذول كلهم اقتصاديين. ممتاز. لكن برضو بنت رؤيتك غير واضحه. انت تطالب من الناس حاجه مستحيله، ان يطلعون في الشارع يتظاهرون يطلبون انا ما طلبتهم انهم يطلعون الناس. انا اللي طلبت حتى الاعتصامات مع اعتصامات برضو مو اي حد يقدر يتقبل الفكره هذه انك مو باعتصام في النهايه تشيل النظام. ما اتكلم الناس عندها عيال، الناس عندها. انا اتكلم عن اضغطوا على الحكومه نطلع المعتقلين اللي هم اقتصاديين اللي عارفين كيف يمشون البلد. بالله عليك كم حلقه سويناها عن معتقلين؟ واجد
واجد كل يعني ما خلينا شيء في الدوله ما تكلمنا لا فيه. انت تكلم فلو تسمح لي بس اوضح لما لك يكون فكرتي ضغط بس. شعبي لما يكون ضغط اسمع شعبي لي من اوضح لك الشعب. فكرتي. تفضل. لا تفضل. يا قلبي يا حياتي، انت تتكلم عن نسوي اعتصامات وفي النهايه يكون الهدف حقنا شيله النظام، صح؟ لا انا ما طالب بشيله النظام. انا اول نقطه طالب فيها المعتقلين الاقتصاديين اللي موجودين في السجون. ما راح يلبي لك مطالب هذه. لا فيه على فكره ترى تقريبا من اسبوع وشوي كان فيه تجمعات او زي ما تقول اجتماع قدام سجن اللي نقلوا على طريق الشرقيه حق طريق الظهران. لا طريق الدمام طريق الرياض اقصد. ايوه سياسي. واعداد مهوله يعني هنا انت عزوبي؟ لا عندي متزوج بس ما عاد اعطيك متزوج عندي لا اسمك عزوبي. لا متأكد. طيب خلنا اقول لك فكرتي انا. طيب تفضل. انا حاليا قاعد اجمع الفريق هذا اللي قاعد اجمعه، قاعد انشر لهم فكره المجلس النواب، الكبير والصغير المتزوج العاطل هذا كلهم قاعد يتقبلونها، والحمد لله الاعداد تزيد. يكون هدفي مجلس نواب، لما اخش مباراه يكون فريقي جاهز والهدف قدامي واضح ان انا بحط مجلس نواب، اخذ تأييد من الشعب وما يقدر يقمعني. وحتى الدول اللي برا الحمد لله عندنا علاقات يعني في الخارج، ان ما حد منهم يقدر يعترض ولا النظام يقدر يكذب علينا، واحنا مطالباتنا سلميه. فلما يزيد العدد حقي واخش المباراه اباصع قوي. سوينا اليوم اللي هو اضراب عن حاجه معينه، اليوم اللي بسطت الكوره حق اللي بعدي سوينا اضراب عن حاجه بعدها وصلنا حق الثالث سوينا مقاطعه لحاجه معينه. ليه ما اوصل عند الجول اللي انا اجبيه ويكون الناس خلاص معاي وفاهمه اللي قاعد اسويه. يعني في كل اعتصام سويناه وكل اضراب سويناه في البيوت حقتنا من غير ما نضر نفسنا واثرنا على اقتصاد البلد. فمع التدريب لما اقول للناس ان خلاص عددنا تعدى 1 2 مليون ننزل نجبر النظام وما يقدر يسوي معنا شيء، ونهلكه مقاطع نهلكه هاشتاجات نوري العالم كله ان احنا مطالبنا سلميه. حتى السفارات اللي عنده في البرع اللي قاعد يصرف مليارات عشان يحسن صورته احنا بنوقف عندها، نوريه للعالم الغربي اللي يبي يدافع عنه ويحميه، نوريه ان احنا شعب مستعبد اسير ما نملك قوت يومنا، وما نبي يصير زينا زي العراق وسوريا وان نخرب بلدنا، فما حد يقدر يسوي لنا شيء. تمام. طيب انا ليس سيد الغرب، ليش يعني انا شوف انا معك في امور واجد وانا معك اللي تلعب بيه اللي تغلب به العب بيه. أيوة. احنا ما اخذنا منهم شيء. احنا نعريه قدامهم، هو يحاول على قد ما يقدر انه يحسن صورته قدامهم. هو عرى نفسه. طيب في لقاء في فوكس نيوز او هو عرى نفسه. هنا الفكره. طيب وش صار؟ هل رد من فعل الشعب؟ الشعب تدري ايش خايفين منه؟ وانا اتكلم لك واقع يعني خايف. إيه؟ ترى ناس واجد ضد، بس خايفين من عرفتهم اللي يبلغون يدف لك بلاغ، عرفت؟ بس لما انا اقول لك يعني مثلا خلينا نتكلم واقعيين ونبدا بالاعتصام اللي هو في البيوت بالذات وقت الويكند. خلاص انا لكن يكون هدفي واضح يا قلبي. هدفي واضح ان انا اكون طالب مجلس نواب، فحتى لما اسوي اعتصام انتظر لين يزيد العدد عندي. ما يصير العب مباراه وانا عددي 6 والفريق اللي قدامي عدد 11. ما خليتني اكمل الفكره. مثلا اخر دوام عندنا هنا يوم الخميس وانت طالع من الدوام خذ اغراضك اللي تكفيك اللي هو الجمعه والسبت، يومين وانت في البيت انت وعيالك خلاص. هنا اليومين هذه لو يعني طبقوها نقول هم 1,500,000 بالذات او تقريبا في الرياض. هنا الاقتصاد بينزل، هنا لا احد يجي يطالبك ولا احد يبلغ لك. انا جالس في بيتي ما ابي اطلع. اللي بعدها لا اقاطع الكافيات واقاطع امور واجد، على هذه اضرارها على مواطنين، بس لا، لان عائداتها والضرائب اللي تؤخذ منها تروح للدوله. انا لما اقلل اللي هو النشاط التجاري او خلاص ما اشتري. بس لو تسمح لي صغرتين كلامك عين الصواب، لكن ما في عدد.
واحنا بالاساس اللي يجي معانا او اللي يطلع معانا بالاساس ما يروح الاماكن هذه، والله ما يروحها. انا حوالي 10 سنوات ما طبيت الاماكن هذه، ملاعب فوق ال 15 سنه ما رحتها. الاحتفالات هذه حقت اليوم وطني من ايام عبد الله وانا ما اروحها لا انا ولا عيالي. انا ادور اشخاص جديده، اشخاص انه عادي تقبل الفكر التغيير. واجد زي ما قلت لك ما يصير العب مباراه وانا عددي ناقص، يزيد العدد. ويا كيف اعرف الاعداد يا سكرت؟ عندي ناس ترسل لي بالخاص. عندي ناس ترسل لي بالخاص ويبين عندي. طيب ان انا جيت معاك، انا معاكم، انا واسرتي معاكم، يبين عندي. تمام. وحاليا اسمع يا قلبي، حاليا احنا نكتب نواب. انا في حسابي مو موجود، لكن شوف اللي صاحب البيت مكتوب نواب عنده. فاحنا عندنا برضه شعار زي انت حاط سقرتي على عبد الحكيم وياسر، ونفس قويه ذاك قايد سقرت اللي هو على عبد الحكيم. احنا برضه عندنا شعار. طيب تمام، انا ماني ضد. انا شوف، انا مع كل المعارضين كلهم، انا معهم، بس نبي الفكره اللي توصل كل الكميه هذه من المعارضين الى طريق واحد. واحد يطلع لي طالب اسلاميه، لا الشعب عندنا الحين اصلا والله ما تقدر يا زكرتي تجمعها طيب على كلمه واحده، ما تقدر. خلني اوصل لك. لا تقدر. تدري ليش؟ لا والله ما تقدر، خذها مني ما تقدر. هو نقول ان شاء الله احنا بنقدر. اول شيء الدين خط احمر، هذا يكون عند العموم، هذا متفقين عليه. هذا لا يجيني واحد ملحد، ولا يجيني واحد دال، ولا يجيني واحد نون، مهما كان يعني ان احنا مسلمين. ايوه. هنا اول شيء عندنا اسلامنا، هذه نقطه منتهي منها، هذا خط احمر. اللي بعدها تعال نتفق على راي. انت باسقاط النظام، اوكي احنا معك نبي الاسقاط، بس مو بالحين. الحين خلينا نطالب بمن يمثلنا داخل ممتاز جدا. ليش اللي يطالبون باسقاط النظام هو يتفه افكارنا ويخليها سخيفه؟ لا هذا شوف، انا اقول لك، انا اتابع مع ابو ياسر ومع فلا تقول لي انا، قول حق اللي شايف ان رايه هو الصح وراي غيره غلط. تدري وش مشكلتنا؟ مشكلتنا كل واحد يشوف انه الصح. اوكي انت صح، وفكرتك انت صح، وفكرتك انت صح، كلنا مجمعين على الافكار هذه كلها. بس حاليا خلونا نطالب بمن يمثلنا. بعدها اذا ما شفنا الوضع صار تمام، لا صار في من يمثلنا، نقدر نسقط النظام. ممتاز. انا ليش انفر الناس من البدايه مني يا سقرت؟ انا لما اقول حق الناس ان شيل النظام في البدايه ما راح يجي معي، لكن لما اقول لهم مجلس نواب حل سلمي يرضي الجميع، الناس تجي معي. وكل وقت والاذان يعني لما يرفض النظام انه يسوي اللي احنا فيه نصعد احنا. تذكر اللي هو الانتخابات مجلس البلديه او مجلس البلدي؟ اي اذكرها. ايه طيب وش التطورات اللي حصلت بعد الانتخابات هذيك؟ هذه اكثر اللي فاز فيها اسلاميين، مع ذلك طيب. الحكومه ما خلتهم. ما اعطوهم لا صلاحيات، ما اعطوهم. خل من اسلاميين وخل من. انا اقول لك وش التغييرات اللي صارت ذيك الايام في الاحياء. صارت تغييرات ملموسه. صارت تغييرات ملموسه. تدري ليش؟ صار. انا ليش ما ابدا بهم من تذكرون الانتخاب مجلس البلدي وش التغيرات؟ احنا نبي نفس الطريقه كذا، بس يكون لنا صوت أو هنا نبدا. بس تجيهم على طول مجلس النواب ما هم راضين عندنا. الشعب يقول راح شوف لا ان شاء الله يرضى. احنا شوف، احنا لازم نكون صريحين مع الناس. احنا افكارنا واحده وواضحه، ان عندنا مجلس نواب على كتاب الله وسنه رسوله، هذا شيء مفروغ منه. اي شيء ثاني يتعدل عادي، لكن هدفنا مجلس نواب ونضم اكبر شريحه عدد من الناس. لازم تضرب امثله. تذكرون ما احنا دائما نهر الكويت، ادينا الكويت. شوف الكويت بالنسبه لشعبنا يشوفون الكويت والله يشوفونهم ايش يقولون كلا بل هواش في مجلس النواب. خلهم يتبعون، اهم شيء انا مستفيد احسن ما يتفقون علي انا. لا خلي الكويت. عندنا كان مثال قبل كم سنه اللي هو مجلس البلدي، وش التطورات اللي صارت في الاحياء، ايش وايش. هنا نبدا بخطوه، لا تقارن بدوله ثانيه. ترى عندنا الشعب ما يرضى انك تقارنه بدوله ثانيه، على انه ما عندنا ماكلين تبن بس ما لا دائما يقارنونك بليبيا والعراق. لا سووا مقارنه ما بين مجلس البلدي وش كان وش صارت التطورات اللي فيه. احنا لو طلبنا بكذا بيكون التطورات يعني بيجي تحسين رواتبكم وكل واحد بيملك بيت ولا لا تقارن باي دوله ثانيه. لان انا عارف الشعب عندنا هنا يصير وطنجي، حتى لو مو وطنجي يصير وطنجي 1000 لو بتقارنه بدوله ثانيه.
وابشرك ذكرتي الاحداث اللي في مصر الان بتغير الخريطه كامله. الاحداث اللي تصير في مصر راح تغير الخريطه كامله، بس احنا نبدا مع شعبنا مجلس البلدي، وش التغيرات اللي صارت، وش الاحياء كيف صارت هنا تقارن شيء في الدوله على شيء مستقبلي بيكون في الدوله. تفضل اللي تكلمت، ما سمعت صوتك يا شرهان تفضل. شرهان تسمعنا؟ اسمعك. المجلس اللي ينتخبه ما نبغى ينتخب من الحكومه، ينتخب من المجلس، من الشعب نفسه، ننتخب فلان وفلان وفلان. واضح؟ ومجلس البلدي ينتخبه، انتخبوه الشعب، من الحكومه، انتخبوه الشعب، انتخبوه اهل الاحياء، هم اللي انتخبوا. ما الدوله ما جات وعينت احد. لكن من الاماره. لا الحكومه عينت يا زيادتي، الحكومه عينت. لا اللي فاز بالانتخابات عينوه فقط. باش يا اخي عندي احساس انك عزوبي الكويتي. هذا انا بوصل لك، انا اقول لك انتخابات مجلس البلدي والله عندي احساس ان انت من الكويت، عندي احساس صوت هذا سامع من اول. لا شرهان هذا كويتي سعودي. لا سكرتي ايه ان انت عزوبي. انا عزوبي والله ماني بعزوبي. لا ما اتكلم، لا انا اتكلم عندي حساب ثاني اسمه عزوبي الكويتي. لا صوتي ترى واجد، كل من يقول سمعت صوتك ترى من يوم دخلت المهم انك بالحساب هذا. يعطيك العافيه يا عزوبي. وصلت يحط صور مثل صور كذا. لا حتى الاسم بعد انا حاط ابن خلدون لاني ونفس الاسم كذا يحط ذكرتي، يكتب ذكرتي لان ابن خلدون تشابهات يا ذكرتي. والله واجد، لا والله واجد. واحد طلع علي انت طيار. على العموم انت شخص محترم وتقبل الراي الاخر، وشرفنا انك طلعت معنا. نوحد الفكره ده حتى عند ابو ياسر لازم نقول لا خلينا الحين حاليا خلاص تقدر تروح تقنع ابو ياسر وتقول له عن مجلس النواب، اذا وافق اهلا وسهلا. لا لازم نوحد الفكره. صرها علينا، اطرح الفكره عنده يا ذكرتي. ايه اطرح الفكره عنده، اذا وافق اهلا وسهلا. احنا نبي حل سلمي يرضي الجميع. هو لازم تكون الافكار واحده. انا كلهم يبون اسقاط، بس لا حاليا خلونا نبدا. ما احنا ما نقول لك احنا اختلفنا عليهم لان شفنا الفكره اللي قاعد يصلح فيها عقيمه ما منها فايده. ولو نقعد 30 سنه ما حد راح يطلع واحد يسقط. وبارك الله فيك يا سكرتي، وصل فكرتك، بارك الله فيك. هذا اللي بقوله لك، ابيك تقدر تنزلني. يعطيك العافيه ابوي. حياك الله. تقدر يا ترنطح موجود، نزل اخونا سكرتي. بارك الله فيك يا سكرتي، وصلت فكرتك. يا شباب انا اعيد وازيد، الكل كان في البدايه هدفه اسقاط النظام، لكن الفكره هذه شبه مستحيل ان تطبق. النظام عنده عناصر واسلحه يقدر يبيدك، يقدر يخلص عليك، يقدر ينزل معاك مباحث، ينزل معاك حرف الدال، يهلكونك انت الشعب، وياخذها عليك ذريعه انه يبيدك، يخليك تتحسف انك طلعت. لكن لما اقول له انه خليك يا ملك ابقى زي ما انت، انا لي متطلبات ثانيه، انا ابي مشاركه سياسيه، ابي مجلس نواب يمثلني منتخب من الشعب. فكده الفكره هذه جزء كثير من الشعب يقدر يتقبلها، يقدر ياخذ يعطي فيها بكلام. لما اروح مجلس اتكي فيه واقول لهم يلا نسقط النظام، الكل راح يبلغ علي، الكل راح يرتعب، الكل راح يمشي، وانا جربت الشيء هذا. لكن لما اقول له اطالب مجلس نواب، الفكره قابله للتنفيذ، فيها اخذ وعطاء، فيها سجل، في كل واحد يقدر يضيف عليك الفكره. والاهم انها سلميه، الاهم انه ما فيها نقطه دم، الاهم نقطع على كل سبل حقه الحاكم انه يخرب علينا. لما تقول لي قاطع، مو مشكله بقاطع، لكن اجمع فريقي اول. المقاطعه هذه اعتبرها مباراه طويله المدى نلعب فيها حتى لو سنه قدام عادي ما عندي مشاكل، لكن اجمع الفريق حقي. فكيف تبيني اخش مباراه ضد 11 وانا 5 مفارق؟ مش لما يكمل العدد يكون عندي بعد احتياط اني ابدل الفريق، لما 1 منا يتعب ويجي له اصابه في واحد ثاني احتياط يخش مكانه.
وكيف تبي نأثر على اقتصاد البلدة فيها تريليونات؟ نقول لك ميزانيتنا 8 تريليون و648 مليار. فأنا اللي ماشي لي ب 50 ريال 100 ريال في اليوم راح أثر عليه. لكن لما يكون معاي مليون 2 مليون هنا يبين الفرق. هنا نستنزفها اقتصاديا، نهلكها، نوقف عنا مصادر اللي ياخذها منا خاصة بالضرائب. تقول لو جاءت حفلات احنا في الأساس ما نروحها. فأنا أدور الأشخاص الجديدة، هذا اللي يكمل فريقي. ولما يكمل العدد حقي أبدأ في المقاطعات، أبدأ في الإضرابات، ومنها مرن اللي معاي بالفريق إن نقدر نضغط عليه بالحاجة هذه. حاليا أنا دوري إن أنشر الفكرة، يزيد العدد يبدأ المرحلة اللي بعدها. لكن احنا ما نستعجل، نبدأ بمرحلة التوعية ونشر الفكرة، استقطاب الأفراد الجديدة، نعلمهم ان في البدايه ان احنا بشر، ان احنا لنا كرامه، لنا حقوق. عندنا شعب مغيب صار له 93 سنه. تقول له من حقك، يقول لي لا مو من حقي، هذا حق ابوه خذها بالسيف. فلازم اوعيه في البدايه انه اطلب، طيب اطلب قسط يا زقرت قاعد، تعال ناقشنا، نعلم انه بني ادم له حقوق. هلا اختم بالله. ابشر بقلبي. فما ابي اتكلم عن ناس ما هي موجوده، فكل واحد حر بنفسه، وكل واحد يشوف انه رايه الصح، والجميع خايف على ما عنده مكتسبات، اذا ما حد راح يضحي بالثاني وهو عايش برا. ياسر انت اخر ضيف معنا وراح ننزل. هلا حياك، السلام عليكم. وعليكم السلام السلام. ورحمه الله. انت صوتك من الشرقية ولا؟ ايه اكيد. ايه ونعم والله بهذا الشرقية. ايش موضوعك ما عن عليك الامير زود. محمد بن سلمان؟ ايش مضايقك منه؟ احنا نطالب مجلس نواب يمثلني، يكون مستقل منتخب من الشعب، يكون وفق كتاب الله وسنة رسوله، ممتاز. يعطيني حقي وينفع على مصالحي، يحاسب المخطئ. خلاص انت طلبت انك عندك مجلس نواب وسمعتك كل حاجة. طيب مجلس النواب ومجالس البرلمان هذه وش عادت لنا في الدول العربية؟ يعني الآن الدول العربية كثيرة. طيب هذا الكويت ما عندهم ضرائب، ممتاز. الحكومة مو كيف تخش حرب مثلا، مش كيف ترفع الرسوم، مش كيف تسجن الناس، معطيه الشعب الكويتي حرية الرأي. ممتاز. يعني فهذا انت ما قررته. يعني نبي نتناقش تفضلنا على دولة الكويت، وليه ما ناخذ نموذج يكون افضل من الكويت؟ طيب ممتاز. يعني الكويت موديلهم مرسيدس موديل 2000، ليه ما نتكلم عن مرسيدس أنا موديل تليفون أخوك 24؟ اسمعوا أخوك، أنا ضيف عندك هنا، أنت اسمعني وأنا أسمعك ونتناقش. هي مشكلة أنا وضحت لك ونوصل فكرتي. للنتيجة. طيب أنت تطرقت لدولة الكويت. طيب مجلس الأمة في الكويت، أنت تعرف النائب صالح الملا ولا ما تعرفه؟ مو مهم الفرد، شبي فيها أنا. طيب صالح الملا طلع، هذا نائب سابق، وقال إن في مشكلة اقتصادية في الكويت. طيب طلع برضو عندك الخبير الاقتصادي. طيب أناقشك الآن على حسب طلبك. طيب طلع الخبير الاقتصادي جمال عبد الرحيم، خبير اقتصادي كويتي مهم، وقال إن في مشكلة في الرواتب. انسجن ولا ما انسجن؟ مش قضيتنا انسجن. لا انسجن. طيب اسمعني يا أستاذي، أنا الآن زي عصام الزعمل كذا انسجن. لا يعني الآن كيف تجيني نموذج مثل الكويت؟ ايه زي عصام الزعمل كذا قال رايه انه ما في فائده باعرامكم وانسجن، صح؟ صالح الملا ولا راح بيتهم سالم غانم؟ وكثير اسمع انت الان. ايه ما عليك زود علي، انسجن ولا راح بيتهم سالم غانم؟ انت يا ياسر سؤالي واضح، انا رجع بيتهم سالم غانم ولا انسجن؟ هذا شأن مو شأني، هذا أنا خلاص انزل لما يكون شأنك تعال يعطيكم العافية يا شباب، ما قصرتوا ومضطرين احنا نقفل. الله يعافيكم وجزاكم الله خير، ما قصرتوا. وياك يا رب، وياك يا مستر، حياك الله. بس سؤال حق ياسر، انه مو مشكلة عندي يطلع شخص ينتقد ويقول ويعيد ويزيد، لكن يرجع بيته سالم غانم، انه مو ينسجن عشان قال الحقيقة. هذا اللي ذكرته انت، ولا احد منهم جاء طق باب بيته وقال لي تتكلم. فشرط اساسي من شروط المجلس انه عندي حريه تعبير، ان الواحد يقول لي عيبك كذا، مو قاعد يجاملني
ويقص علي ويدخلني في حيطه وتنتقد مجلس الكويت. الكويت افضل منك مليون مره، على الاقل عند صوتهم مسموع، على الاقل يحاسبون الحكومه على الغلط. انت جاي تدافع هنا ونقول لك انتقد الرقاصه اللي سبت 40، والله ما تقدر، والله ما تقدر. فالاولى انك تركز في نفسك، الله يهديك، خليك من الكويت. الكويت قلنا لك مهما كان مو جنة الله في ارضه، ومهما كان عندهم برلمان عندهم عيوب. ليه ما اخذ الزين اللي عندهم والشين عدل عليه؟ واحنا نقول لك على كتاب الله سنة رسوله، يعني بيطلع لنا افضل نسخة موجودة في العالم. فمدقق لي في التوافه. عصام الزابل هذا تكلم قال لك ارامكو ما هي كويسه نبيعها، ولو نبيعها نسوي مصانع بفلوسها انسجن. فتكلم على ناس قالوا اللي في خاطرهم وروحوا وجاي ماسك عليهم. الله يهديك يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.